حاولت التحقيق كتير قوي، اكتر من 9 مرات، والمفاجاه ان احنا عملناها. العميد استقال. انا بادئ حياتي مش من الصفر بالماينس، والطالب في الاخر بيدفع 5 جنيه وبيطلع رحله كامله. في رحلات كتير حصل فيها كوارث، يعني ساعتها احنا كنا فشله. كانت عامله اوريدي زي منحه بسيطه. المنحه دي كانت في وقتها قيمتها تقريبا، احنا مش بس خسرنا، لا احنا خسرنا وكان علينا ديون كتير. قدرنا نحقق مبيعات تجاوزت ال 250 مليون جنيه ده في سنه واحده بس. متارجتين ان السنه الجايه نقدر نحقق مبيعات تجاوز 500 مليون. مساء الخير، اهلا بيكم معانا. رحلتنا النهارده هنروحها كلنا واحنا قاعدين في مكاننا. هنتكلم عن مجال جديد خالص، السياحه. هو في ناس اتكلمت عنه كتير، ولكن المره دي احنا هنتكلم عن اسرار محدش يعرفها. النهارده هنخش اكتر في مطبخ السياحه، هنتكلم عن اسرار، هنتكلم عن قصه حقيقيه فيها مثابرة، فيها صبر، فيها ثقة بالله، وفيها نجاح طبعا، وفيها أكيد ريسك هو أخده. أنا جايبه لكم النهاردة معانا حد أنا اخترته خصيصا لأن هو أنا شايفاه إن هو أكتر حد مناسب إنه يتكلم عن مجال السياحة وما وراء السياحة. أهلا بيك معانا المؤسس والمدير التنفيذي لشركة هالة ترافل. أهلا بيك معانا مستر أمير عبد الله. ازيك يا كريم، عامله ايه؟ الحمد لله كله تمام. كلام كبير قوي. لا والله ده قليل على اللي انا عارفاه يعني. لا ولا اي حاجه خالص. احكي للناس النهارده عشان تستفيد منه. ربنا يخليكي، واتمنى ان شاء الله ان اللي هيتم او اللي هيتقال النهارده يكون ناس تستفيد منه، ناس تتعلم منه، وهو ده الهدف الرئيسي عشان احنا كده موجودين يعني. اكيد. فان شاء الله يبقى في افاده ونفع لناس كتير، ولو معلومه صغيره تفيد حد في مستقبله وفي حياته الجايه باذن الله ان شاء الله. باذن الله. انا النهارده للناس اللي ما تعرفناش والناس ما تعرفش امير عبد الله، احنا هنعرف الناس دي مين امير عبد الله. طيب موضوع بسيط. امير عبد الله 33 سنه، خريج كليه تجاره جامعه المنصوره 2013، يعني تقريبا من 11 سنه تقريبا. اشتغلت في مجالات كتير في دول كتير. انا بدات حياتي في الجامعه دي من تانية كليه تقريبا، ده كان اول شغل ليا. اشتغلت حاجات كتير قوي في الجامعه، وبعد كده سافرت اشتغلت في دبي، وقعدت 4 سنين في دبي تقريبا، وبعد كده سافرت عمان واشتغلت 2 سنين في عمان، وبعد كده سبت ده كله ورجعت مصر تاني، وبشتغل في مصر دلوقتي بقالي تقريبا 4 سنين بعد ما اسست طبعا هالة ترافل. وممكن نتكلم بقى بالتفاصيل. يعني انا اقدر اعرف انت قعدت كام سنة بره مصر؟ 6 سنين. 6 سنين. هو تقريبا 4 سنين في دبي وسنتين في عمان. 6 سنين. انت خلصت الجامعه قلت لي 2013؟ يس بالظبط. 2013. من 2013 لحد انت اسست هالة ترافل. هالة ترافل سنه. انا بادئ شغل على هالة ترافل من 2016، ولكن اللانشنج الرسمي خلاص كان في 2019. تجهيزات هالة ترافل رسمي بقى بدأنا نشتغل عليها كتحضيرات من 2018 يعني. فبعد ما الفكره ما جات لي بسنتين تقريبا. اقدر اعرف انت خدت ريسك كبير قوي ان انت تسيب شغل مستقر وتنزل مصر وتاخد قرار زي ده، وطبعا موضوع صعب وريسك، واكيد انت كان عندك مسؤوليات وقتها. مفيش حاجه بالسهل. انت في حد دعمك او حد قال لك لا بلاش خليك زي ما انت، ولا بلاش تنزل مصر وتاخد الريسك ده، ولا الناس كلها كانوا في صفك وقالوا لك لا تعالى؟ طيب بصي، خليني احكي لك الحكايه من اولها، لان الموضوع ما بداش من ان انا عايز اسس هالة ترافل على طول. يمكن الكلام اللي هقوله دلوقتي ده هو موجه اكتر للفئه بتاعه الطلاب اللي في الجامعه اللي لسه بيدرسوا دلوقتي، والناس بقى اللي هم لسه متحمسين وعايزين يشوفوا هيبداوا يعملوا ايه في حياتهم، لان البدايه بتاعتي كلها بدات في الجامعه. انا خريج ثانويه عامه تقريبا 88%، ده كان المجموع بتاعي. انا ساعتها ما كنتش عارف انا عايز اعمل ايه، وكنت ماشي زي ما الناس كلها ماشيه، عايز ادخل جامعه ايه ما اعرفش، المجموع هيوديني فين مش عارف. قدمت شرطه ما اتقبلتش، قدمت حربيه ما اتقبلتش، ده العادي يعني بتاع الناس. بعد كده قلت طيب خلاص هقدم تجاره انجليش بقى عشان اشتغل في بنك زي ما الناس ما بيقولوا، وبرضه ما اتقبلتش لان كانت واقفه معايا على نص درجه تقريبا. وبعد كده في الاخر خلاص بقى امر واقع ان انا هدخل تجاره عربي جامعه المنصوره. فقلت تمام، طب انا داخل كليه تجاره هعمل ايه مش عارف، بس لعل وعسى هخلص واشتغل في بنك وابقى زي اي حد. ايا كان بقى هشتغل فين في الاخر. دخلت اولى كليه كنت في سنه في 2010 تقريبا او 2009 حاجه شبه كده. كانت سنه بالنسبه لي ممله جدا، ما كانش فيها اي حاجه مختلفه. بروح محاضرات كورسات لا اكتر ولا اقل، مفيش اي فيه جديد. ما كانش باين اصلا عايز اعمل ايه بعد كده. خلصت اول سنه. تانية كليه حصل الحدث اللي اثر وغير فينا احنا كلنا كتير كشباب، وهي الثوره بتاعت 2011. الثوره حصلت في 2011 من هنا،
وفي الوقت ده احنا كلنا اتجمعنا كشباب، كنا احنا شله كبيره شويه، وقلنا يا جماعه احنا عايزين نعمل حاجه، عايزين نعمل تغيير كبير في الجامعه. عايزين نعمل ايه مش عارف، بس احنا عايزين نعمل حاجه. فدي كانت البدايه. فقلنا طيب ايه رايكم نعمل اسره، الاسره دي نسميها اسره شباب الصحوه. دي كان الاسم اللي احنا اخترناه بشكل عام. وعملنا الاسره. طيب الهدف الرئيسي بقى الاسره ان احنا عايزين نعمل تغيير. ايه هو؟ لسه هنشوف بقى نغير ايه، بس هو ده كان في حماس زياده. التغيير كان ايه؟ اول تغيير كان بالنسبه لنا ان احنا عايزين نغير جدول المحاضرات. ده كان اول تغيير، اللي هو انا فاكر كويس في الوقت ده كان المحاضرات كانت 3 ايام في الاسبوع، كان محاضرات وسكاشن، بنبدا 9 ونخلص 9. محاضرات وسكاشن اللي هو يا جماعه ايه ده ازاي يعني؟ فما كانش عاجبنا الموضوع ده، وقلنا خلاص تعالوا نعمل مظاهره. طبيعي اي حد في الفتره دي عايز يعمل اي حاجه نعمل مظاهره. عملنا مظاهرات وبنطالب ايه بتغيير الجدول، باقاله العميد وكده مره واحده. طبعا حماس شباب زياده يعني. فالموضوع الواحد لما يجي يقعد يفتكر بيقعد يضحك، لكن في وقتها احنا كنا واخدين الموضوع جد جدا، اللي هو لا احنا عايزين نعمل كده. والمفاجاه ان احنا عملناها، العميد استقال فعلا والجدول اتغير. فحسينا قلنا ان ده الموضوع بجد، الدنيا شكلها بجد. وفي الفتره دي كان اي حاجه الشباب بيعملوها بيطلبوا بيها كانت بتتم وكانت بتتنفذ. المهم قلنا طيب احنا عايزين ناخد الموضوع ده بشكل جد اكتر من كده، وعايزين نساعد ونفيد الناس بشكل احسن من كده. وبدانا نعمل الاسره بشكل رسمي جوه كليه تجاره، وبدانا نخاطب الناس. كان في الوقت ده في السوشيال ميديا 2011 2012 ما كانش كتير قوي على الفيسبوك، بس احنا كنا من المبادرين بالبيج بتاعتنا في وقتها. قعدنا نجيب الناس ونكلم الناس انضموا لينا، احنا عايزين نعمل تغيير في الكليه وعايزين نساعدكم وعايزين نعمل حاجات كتير قوي. انا فاكر كويس احنا كانت الاسره الوحيده في كليه التجاره ان احنا كان عندنا استمارات عضويه للاسره، عندنا اكتر من 1000 طالب، اكتر من 1000 طالب انضموا لينا كاستمارات علشان نعمل تغيير ما في الكليه. طيب باختصار شديد عشان ما اقفش قوي في النقطه دي، احنا عملنا ايه على مدار ال3 سنين؟ احنا عملنا كل حاجه واي حاجه. عملنا مزارات كتير جدا خيريه لمستشفيات، عملنا اعمال تطوعيه جوه الكليه كتنظيف ومش عارف ايه وحاجات كتير شبه كده. احنا عندنا في تجاره المدرج بيساع الكباسيتي بتاعته 5000 طالب تقريبا. كنا بنساعد الدكاتره في تنظيم وفي السيطره على المدرج بشكل او باخر، لان مش كل الدكاتره كانت بتقدر تكنترول الموضوع ده. ساعتها كان بالذات الدفعات الصغيره كان بيحصل شغب كتير، فاحنا كنا بنساعد تطوعا. ده كله كان تطوعي بنسبه 100%. بدأ الموضوع ناخده في جزئية تانية وقلنا نطلع رحلات. دي كانت البداية بتاعتي في الرحلات. قلنا عايزين نعمل رحلة. طب نعمل رحلة ازاي؟ ايه الرحلات اللي احنا بنطلعها؟ الناس مش عارفة، بس فينا فكرنا كده. ليه انا قرايبي موجودين في راس سدر، وقلنا ايه رأيكم لو نطلع رحلة لراس سدر؟ ومن هنا بدأنا بقى الفكرة. طب هنعمل ايه؟ محتاجين باص، نديل مع باص، نديل مع فندق، نديل مع ايه البروجرام. بدأنا نعمل سيرش ونشوف لغاية لما بدأت أول رحلة. وأنا فاكر كانت عبارة عن 3 أيام ليلتين بالفندق بالمواصلات بالرحلات اللي موجودة بالبرنامج الكامل. الرحلة دي كانت ب180 جنيه في وقتها، وكانت جامدة جدا، كانت جميلة. الرقم دلوقتي غريب. لا في وقتها كان كويس، اللي هو 3 أيام واجتهادات شخصية. كانت احنا اكتر حاجه مميزين فيها هو التسويق بسبب شعبيتنا الكبيره جدا في الكليه. فقلنا عايزين نعمل رحله. خلاص احنا قفلنا الرحله بعدها بيومين 3 ل50 واحد بتاع الباص خلاص اوريدي جمعوا يعني الحمد لله. طبعا في البدايه كان في تحديات كتير. يعني الرحله دي انا فاكر فيها كويس، واحد صاحبي من اللي كانوا معانا في الرحله وقع من فوق الجبل دماغه اتفتحت. ده عادي بقى، ده عادي. ده عادي. بس بنتعلم، وفي مشاكل كتير شبه كده حصلت فبنتعلم منها. كانت اول رحله ليكم؟ اول رحله وطبعا فاكرها كويس بتفاصيلها بالبرنامج بالصور بتاعتها. كانت تجربه حلوه قوي، ومن هنا انا اتشديت اكتر لمجال الرحلات وعجبني الموضوع. المهم كانت بالنسبه لي حاجه من ضمن الحاجات اللي بنعملها. احنا كنا بنسوق لكورسات، وكنا بنسوق لمراكز كورسات، وكنا بنساعد الطلبه ان احنا كنا بنجيب لهم مذكرات. وكنا انا فاكر كويس احنا كنا بنجيب المذكرات وبرفعها اونلاين على الناس، بحيث ان مش كل الناس كان عندها القدره ان هي تقدر اصلا تشتري المذكرات وتذاكرها وكده. احنا كنا بنجيبها وكنا بنرفعها اونلاين وبناخدها سكان، والناس بيحملوها من كل حته بقى. مش شرط تنزل الجامعه او تنزل المنصوره عشان تشتري المذكرات، لا كان الناس بتحمل المذكرات وتذاكر اونلاين. الموضوع بدا يدخل معانا في حاجه اكبر من كده. قلنا طب ما تيجي ونعملها بيزنس.
دي بقى الدنيا بتاخدك واحده بدأت. واحده. دي كانت البدايه بتاعت البيزنس. يعني اقدر اقول انه انت كانت بدايه زرعه ان انت تحب الرحلات هي الرحله اللي انت رحله راس سدر عملتوها. دي كانت اول حاجه طبعا، بس كانت أول بالنسبه لي اللي هي ايه، حاجه زي باقي حاجات كتير قوي احنا بنعملها، كنا بنعمل حاجات كتير. بس بدايه البيزنس بقى بالنسبه لنا الفعلي ان احنا نبدا ندخل فلوس ونبدا نعمل الحاجات دي كلها. احنا قلنا طب يلا احنا نقدر نعمل مركز كورسات. فكره مركز الكورسات بشكل بسيط خالص، هي كانت الفكره احنا كنا شايفين ان الطلبه دلوقتي علشان ياخدوا اي كورسات، كانت الكورسات بتاعت الدكاتره او مش الدكاتره بقى، المدرسين المشهورين في المنصوره بشكل عام، كانت الكوست بتاعتها عاليه شويه. واحنا كنا شايفين ان احنا لا، احنا ممكن نعمل تغيير في الموديل ده بشكل او باخر، ان احنا نعمل مركز كورسات اقتصادي، بحيث ان الطلبه اللي عايزين يجوا ياخدوا كورسات ويستفادوا يقدروا يجوا ويستفيدوا بده بكوست صغير جدا. وبالفعل عملنا ديل مع اكتر من حد من المعيدين اللي موجودين في الكليه ومن المدرسين اللي موجودين في المنصوره في الوقت ده، وعملنا الموضوع ده. كان مثلا الكورس بره كان بيتباع في الدكاتره المشهورين ب 300 جنيه انا فاكر، وده كان رقم غالي على وقتها. احنا كنا بنعمل نفس الكورس ب 50 جنيه للطالب. وبدانا نكسب والطلبه بدات تعرفنا، والموضوع بقى ماشي معانا اول ترم كويس قوي. جينا بعد كده ان احنا جينا الترم الثاني وقلنا يلا بقى هنكبر البيزنس. البيزنس ده قايم علينا احنا كلنا كده كمجموعه شباب، اللي هم الشباب بتوع افراد الاسره، كلنا بنجمع فلوس من بعض عشان نبدا يعني. بعد كده الترم الثاني الموضوع كبر مننا شويه، وعملنا سنتر اكبر، وما بقاش بس لتجاره، بقى لتجاره عربي وتجاره انجليش، وكمان حقوق انجليش كانوا موجودين معانا. فالموضوع بدا يوسع، وبدانا نشم نفسنا. الموضوع ما وقفش عندنا لغايه كده، قلنا لا احنا عايزين نعمل كمان. الطلبه لما بتتخرج بنلاقيهم كتير قوي بياخدوا كورسات انجليش وماركتينج ومش عارف ايه عشان يتاهلوا ويقدروا ينزلوا اصلا سوق العمل ويشتغلوا. احنا قلنا طب بقول لكم ايه، طب ما تيجوا نعمل سنتر كورسات. عملنا شركه في وقتها وبداناها فعلا، وكانت اسهل حاجه عليا في القصه دي كلها ان الطلبه كانت بتجيلنا على طول وقت ما بنقول يلا عايزين نعمل حاجه، بتبقى طوابير الناس كانت بتيجي بتبقى عندنا وكده. وعملناها، عملنا الكلام ده وبدانا فيها. ومن هنا بقى لما وصلنا في الاخر، لما الموضوع بدا يكبر مننا، بدات الموضوع بقى ايه يوسع مننا شويه، وبدانا نخسر. ليه؟ لان احنا كل الفلوس اللي كنا بنجيبها كنا بنصرفها. ما كانش عندنا اوريدي حسن تصرف في الفلوس، ان احنا ازاي اصلا ندير فلوس. احنا في وقتها كان شباب عندنا 18 19 سنه، مش عارفين نعمل ايه. احنا في ايدينا فلوس كتير ومش عارفين بقى ان احنا ازاي نخطط، وازاي اوريدي يكون معانا تكلفه زياده تبقى موجوده على جنب، عشان لو حصل اي ريسك او حصل اي حاجه قدام. احنا كنا بالفلوس كانت بتجيلنا كنا بنصرفها في يوميها كمان. فكان الموضوع ماشي بالشكل ده، فخسرنا كل حاجه. يعني انا افهم انه اول مشروع ليك من كلامك كان موضوع الكورسات. يس. مش الرحله. الرحله كانت بالنسبه لنا اكتيفيتي من ضمن الاكتيفيتيز كتير اللي احنا كنا بنعملها للطلبه في الوقت ده. بس خسرنا كتير، وقفلنا المركزين اساسا. على هامش الموضوع ده كنت انا اوريدي بدات اكتر اكتر واكتر شويه في الرحلات. عجبني الموضوع اكتر بالتوازي مع بعض. وفي الرحلات هنا بدانا نعمل بقى رحلات تقريبا لكل مكان. عملنا رحلات بقى للقاهره، اسكندريه، عملنا كبرنا شويه رحنا لشرم الشيخ، وعملنا الاقصر واسوان، لفينا مصر كلها. وكمان في الفتره دي انا فاكر كويس احنا عملنا رحله كانت من الرحلات المجنونه عندنا، وهي كانت رحله لاسكندريه، والرحله كانت ب5 جنيه. ازاي عملتوها؟ بصي دي الموضوع بالنسبه لنا كان فكره مختلفه. الموضوع ده انا عارفاه بجد، وكنت عايزه اسالك فيه ازاي عملتوها. يعني هي الفكره وما فيها ان احنا عندنا طلبه حلو، وعندنا مراكز كورسات كتير بره برضو عايزه تسوق للطلبه دي. فكنا بنجيب مراكز الكورسات دي از سبونسر يتكلموا مع الطلبه بشكل مباشر، وكنا بناخد منهم الفلوس دي، مش بنحطها في جيبنا بقى، كنا بندعم بيها الرحلات. فكانت تكلفه الرحله كلها كان قايم بيها اساسا المراكز اللي بره اللي كنا بنشتغل معاهم. والطالب في الاخر بيدفع 5 جنيه وبيطلع رحله كامله. انا فاكر الرحله دي كنا طلعنا كنا 200 واحد 4 اتوبيسات. دي كانت اول سنه، وتاني سنه برضو طلعنا. فاحنا قررنا الرحله دي كانت مرتين، وبقى اسمنا مشهور جدا في الجامعه في الفتره دي بالرحلات وبالاكتيفيتيز اللي احنا بنعملها. عايز اقول لك هنا برضو حاجه، الوقت بتاع الجامعه ال3 سنين الاخر بتوع الجامعه دول كانوا من اكتر الحاجات اللي فادتني في حياتي كلها. لان هم كلهم انا كنت بشتغل كتير جدا انا وزمايلي في الوقت ده. كنا بنبدا فعلا من 8 9 الصبح في الجامعه لغايه بالليل، لغايه 8 9 بالليل، لدرجه ان جات لي فتره كنا عايشين في المنصوره لان احنا من المحله اساسا.
فكنا عايشين في المنصوره علشان ما نضيعش وقت، بس احنا كنا بنحب جدا اللي احنا كنا بنعمله ده. فعملنا اكتيفيتيز كتير قوي قوي قوي، وكون يومنا كله كده بالطريقه دي وبالشكل ده بنشتغل. تعلمنا كل حاجه وفهمنا كل حاجه. ومن ضمن الحاجات برضو اللي انا متذكرها كويس هي الحاجات اللي احنا اتعلمناها وقت الخساره، ان احنا خسرنا كتير. فخسرنا كتير في فتره الجامعه، فازاي ان انا لسه شاب متخرج جديد، وانا متخرج بقى عشان ابدا حياتي. انا بادئ حياتي مش من الصفر بالماينس، لان احنا كلنا خارجين علينا ديون. احنا مش بس خسرنا، لا احنا خسرنا وكان علينا ديون كتير جدا، انا وزمايلي كلهم. بس دي حاجات كلها ساعدتني وفادتني جدا جدا جدا. ازاي ما فقدتوش الامل؟ المفروض اعمل في ايه؟ احنا كلنا حماس وكلنا باور وكلنا عايزين نعمل حاجه. طبعا دي كلها كانت صدمات، وكلها كانت اوريدي خبطات كبيره قوي علينا وعلى سننا. في ناس من الشله بتاعتنا بشكل او باخر يأسوا، والموضوع كان بالنسبه لهم قال لك فاكس بقى الموضوع ده، وخدوا طريق تاني خالص. انا بالنسبه لي انا وبعض الشباب كده لا عادي يعني. الموضوع كان صعب ومؤلم ومتعب لاقصى درجه، بالذات ان انت اوريدي بقى انت بتواجه تحديات من كل الناس حواليك. كل الناس انت لسه بادئ حياتك بتقولك انت فاشل، انت بتفشل، انت عليك فلوس. فكانت ايام صعبه شويه بصراحه. كانوا اللي حواليك من اسرتك بيقولوا لك الكلام ده؟ هم كانوا تعالى وليه كانوا مديني حريتي شويه، ولكن اللي هو انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ يعني انت بتعمل ايه؟ بس كانوا سايبيني براحتي برضه في نفس الوقت، لان انا برضه الفتره دي كلها كانت شويه شغب وبتاع ومش عارف ايه. حاولت التحقيق كتير قوي، اكتر من 9 مرات على مدار الكليه. ربنا كان كريم معانا الحمد لله، وربنا كان موفقنا، ولكن اتعلمنا. وهنا الرساله اللي انا عايز اقولها لاي حد: لو انت عايز تبقى جامد جدا 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 في اي مجال، ايا كان المجال اللي انت فيه ايه، ابدا شغل من فتره الجامعه. ولو تقدر تشتغل من قبل الجامعه كمان، بعد اذنك اعمل كده. ليه؟ لان ده خلاني لما انا اتخرجت، انا متخرج وانا عندي اكتر من 3 سنين خبره في مجالات كتير جدا جدا جدا. احنا كنا عندنا خبره في البيزنس، في السيلز، في الماركتينج، في كل حاجه ريليتد للبيزنس بشكل عام. احنا جربناها بايدينا، مش اشتغلنا، لا احنا جربناها بايدينا. فجربناها وعملناها واشتغلناها وخسرنا بايدينا. فكنت انا متخرج انا عندي نوليدج وعندي اكسبيرينس كبيره قوي. فهي دي الخلاصه. فانت لا لازم تبدا. الناس دايما بيتريقوا ويقول لك ازاي فريش جرادويت وعايزينه اوريدي يكون عنده خبره؟ عشان انت لازم تشتغل من وقت الكليه. لو انت تقدر تعمل ده اعمل ده، لان انتوا عملتوا ده. الحمد لله. وعلى فكره كمان يعني في نقطه، انا في حاجات كتير قوي جربتها فتره الكليه. اشتغلت حاجات كتير، اشتغلت في مصنع كده 3 شهور اوريدي، مش عارف بعمل ايه، بس جربت الاكسبيرينس. خدت كورسات ليها علاقه بالبرمجه 8 شهور، وبعد كده قلت المجال ده مش بتاعي، مش جاي معايا خالص. وجربت كل حاجه بقى ريليتد في البيزنس، في التسويق وفي المبيعات وفي الكلام ده كله. وعرفت ان انا مميز شويه في البيزنس. انا حابب الموضوع ده، مش حابب سيلز بس او ماركتنج بس ولا بيزنس، انا حابب الموضوع كله. فانت لما بتجرب حاجات كتير بتعرف فعلا انت بتحب ايه، وبتعرف انت مميز في ايه. احنا كنا داخلين الجامعه واحنا مش عارفين احنا ايه اللي احنا هنعمله، مش عارفين احنا اصلا نشتغل ايه. ولكن لولا الفتره بتاعت الجامعه ولولا الحاجات الكتير اللي احنا عملناها، ما كناش بقينا بعد كده قادرين نقف على رجلنا ونتكلم في سوق العمل احنا عارفين احنا عايزين ايه. فده موضوع مهم جدا 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 لكل الطلبه. الشباب دلوقتي يا امير ما بقوش يعني بقوا بيفقدوا الامل بسرعه جدا. يعني بحس ان هم يعني لو وقعوا الوقعه من الوقعات اللي انت وقعتها اللي انت حكيت لي عنها، مش هيقوموا بسرعه. يعني هيقول لك لا كفايه بقى. بصي، هي الفكره وما فيها انت عايز تعمل ايه. ما هو انت عايز تعمل ايه في حياتك؟ لو انت عايز توصل لحاجات جامده جدا وعندك طموح عالي وعندك اهداف كبيره، فاستحمل، لان الموضوع مش سهل. عايز تبقى عادي، عيش عادي وهتموت عادي ومفيش مشكله. وكل واحد ليه الحريه الكامله ان هو يختار حياته بالطريقه وبالشكل اللي هو عايزها. فما ينفعش اقول للناس انتوا لازم تبقوا متفائلين على طول. اوكي، انت طبيعي هتتخبط، هتفقد الامل ثواني ايام، وبعد كده هترجع تاني. بس المهم انك تعمل ايه؟ استمراريه، ويبقى عندك امل كبير انك تقدر تعمل حاجه. وفي الفتره دي انا كنت بحب جدا جدا الله يرحمه دكتور ابراهيم الفقي. فيديوهاته كانت هي بالنسبه لنا ترند يعني طبعا. في الفتره دي كلها كان لسه عايش، وكنا جبنا ندوه في جامعه المنصوره في الوقت ده. فاحنا كنا بنحبه جدا بصراحه. فدي كانت البدايه بتاعتنا، ودي من الحاجات اللي كانت بتدينا امل ان احنا فعلا عايزين نعمل حاجه. امير، انت نجحت قوي في مصر، وطبعا انت وقعت وقمت
ولكن انت سافرت بره مصر اشتغلت، ازاي حصل ده؟ يعني ازاي؟ اكيد انت كنت، انا لو مكانك ابقى متضايقه ان انا مسافره وسايبه كل النجاح ده. ليه اللي خلاك تاخد الخطوه دي؟ يعني هو ساعتها احنا ما كناش عارفين ان احنا ناجحين، يعني ساعتها احنا كنا فشله، يعني بكل ما تحمله الكلمه. ليه؟ لان احنا كنا شباب عاملين مشاريع والمشاريع كلها فشلت، فاحنا ساعتها ما كناش نعرف ان ده نجاح في حد ذاته. فكانت القصه بالنسبه لي في الوقت ده، انا لما خلصت اتخرجت بقى الحمد لله، يعني كل الحاجه اللي انا كنت بعملها كويس انا كملت في الرحلات، يعني كملت في الرحلات لوحدي. يعني احنا خلصنا الدنيا دي كلها بعد ما اتخرجنا من الكليه، كملت في موضوع الرحلات لوحدي. كنت بعمل رحلات كتير جدا، عملت رحلات كتير جدا لسانت كاترين واكتر من مكان مختلف، فكملت في الرحلات. بس كملت في الرحلات بشكل مؤقت، لان انا كان عندي حاجه جوايا كده بتقول لي ان انا عايز اسافر، انا لازم اسافر. وليه عايز اسافر؟ عايز اسافر عشان عايز اتعلم واتطور واحس ان انا باخد خطوات سريعه في حياتي بشكل اكتر من كده. ما كنتش شايف ان بدايتي اللي لازم اكمل بيها تفضل في مصر. انا بدات في الفتره بتاعه الكليه، خدنا اكسبيرينس كبيره جدا وعملنا حاجات كتير كويسه، ولكن كانت بالنسبه لي كفايه. انا عايز ابدا بره، وبعد كده هقعد فتره معينه وارجع تاني. يعني ده كان بالنسبه لي واضح. انت كنت مقرر انت راجع مصر كده كده؟ انا كنت مقرر، والموضوع بالنسبه لي واضح وصريح ان انا هسافر فتره محدده وارجع تاني. نقدر نقول ده حاجه ماديه؟ انت كنت مسافر عشان حاجه ماديه يعني؟ بصي يعني ماديا ما كانش حياتنا حاجه، يعني ده جزء ممكن، يعني ما كانش معانا فلوس ولا كان معانا حاجه، كل حاجه خسرناها، بقول لك كنا بالماينس والله. فده جزئيه. والجزئيه الثانيه انا كنت عايز اتعلم، يعني ما كانش فارقه معايا، لان كل الفلوس اللي انا كسبتها خسرتها، فانا ما كانش خسرتها بزياده بس ما كان مش هي دي القصه يعني في الاساس. فلكن لا، انا كنت عايز اتعلم، وكانت بالنسبه لي الوجهه واضحه. انا كنت عارف ان انا عايز اسافر دبي، فكنت عارف ان انا عايز اشتغل دبي. عملت ايه هناك؟ لا، انا رحت ازاي؟ يعني رحت ازاي؟ دي الفكره. انا لما اتخرجت كنت بدات اذاكر دبي، يعني انا بحب اعمل الموضوع ده كويس قوي، فبدات اذاكر دبي. انا عايز اذاكر دبي، ازاي اسافر دبي، ايه الحاجات اللي انا ممكن اشتغلها. انا اشتغلت مجالات كتير قوي، ماركتينج ولا سيلز ولا حاجات ريليتد بالسياحه، ولا اعمل ايه مش عارف. فقعدت ادور كتير جدا 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 على كل حاجه بتريليت دبي. ففهمت وعرفت ساعتها ان انا الرقم 1 لازم اخد كورسات انجلش، دي كانت رقم 1. وساعتها انا كنت ضايع، يعني ما كنتش بعرف اتكلم انجليزي اساسا. فطب اعمل ايه؟ ذاكرت، قعدت تقريبا في البيت 6 شهور 7 شهور تقريبا. كل اللي انا بعمله بعمل رحلات وبذاكر انجليزي. ممكن اذاكر انجليزي في اليوم 6 ساعات 7 ساعات لوحدي، وكان اونلاين، مع ان ده ما كانش اوريدي الدارج في 2013 ان انت تقعد تذاكر اونلاين. بس كانت بالنسبه لي لا، انا عايز اذاكر وعايز اعمل. يمكن ما كانش معايا فلوس ان انا اوريدي ابدا اخد كورسات كتير بره، بس حسيت ان انا بتعلم وبتطور اكتر، فعجبني الموضوع وكملت فيه. وبعد كده كنت خلاص حاسس ان انا دلوقتي بعدها في شهر 4 2014 حسيت ان انا دلوقتي جاهز ان انا اسافر دبي. مستواي في الانجليش كويس، وعارف ان انا هدخل. واكتر وظيفه لقيت الناس دايما عليها اوريدي اعلانات كتير قوي هي الحاجات ريليتد للسيلز، وانا شاطر في السيلز. اتعلمت الحاجات دي كتير قوي في الجامعه بحكم بقى الديلات، وكنا بنديل مع شركات وبنديل مع فنادق وبنديل مع كورسات، مراكز كورسات، كنا بنديل مع اي حاجه. فكان الموضوع بالنسبه لي في السيلز تمام، هي مهاره اوريدي اكتسبتها وتعلمتها، فكانت بالنسبه لي دي سهل، انا عارف ان انا هروح اعمل ده. طيب هسافر ازاي؟ فبعد السيرش عرفت ان انا لازم اول حاجه اعمل فيزا سياحيه واسافر ادور على شغل. هنا في معضله تانية، ان انا اصلا معيش فلوس ان انا اساسا اسافر. ما السفر محتاج تكلفه، سواء بقى انت اوريدي تحجز طيران، تحجز اوريدي اقامه هناك، تطلع التاشيره، الحاجات دي كلها. المهم يمين شمال الحمد لله، يعني ايه، والدتي ساعدتني وقدرت استلف المبلغ اللي انا هسافر فيه. فانا كنت مسافر سالف المبلغ اللي انا هسافر بيه، وعليا فلوس من المشاريع اللي احنا عملناها وخسرناها اساسا، مع ان انا كنت بسدد منها برضو من الفلوس اللي كنت بكسبها في الرحلات، بس المبلغ كان اكبر من كده بكتير، فكان ستيل عليا فلوس، ولكنها تمت. وسافرت وكل ثقه ويقين في ربنا ان ربنا هيكرمني. وكنت مدي وعد لوالدتي ان 3 شهور بالظبط وباذن الله الفلوس دي هتكون رجعت. نفذت الوعد؟ الحمد لله، ربنا كريم. ما كنتش عارف بقى، انا كنت عارف ان انا رايح خلاص يلا ادور على شغل. اسبوعين بالظبط طبعا، كان الحمد لله كنت اعرف ناس كتير هناك ساعدوني كتير، فساعدوني ووقفوا جنبي شويه، ولكن انا كنت بدور على شغل بجزاره. انا عارف بقى، انا عارف المنهج، عارف بدور على شغل ازاي، وعارف المفروض اروح فين، وادور على اقدم السيفيات ازاي، واعمل السي في بشكل عامل ازاي. دي حاجات كتير قوي
الناس لازم تكون واخده بالها منها قبل ما تسافر اصلا، لان للاسف احنا عدى علينا كم من ناس رهيبه بتيجي دبي لا بتتكلم انجليزي ولا هي عارفه هي تيجي تشتغل في مجال ايه ولا عندها خبره اصلا، والموضوع هناك صعب وتشالنجينج جدا جدا جدا. فانت لازم تذاكر انت رايح على ايه في الاساس. فالحمد لله اسبوعين بالظبط وكان عندي بدل وظيفه 2، يعني كان ربنا كرمني بوظيفتين وكنت بفاضل بينهم. كانت الوظيفه الاولانيه سيلز في مول في شركه كبيره قوي بمرتب كويس كان ربنا كرمني بيه. ده كان حلو، بس برضو عايز اقول مشهد ما تم معايا هناك. تاني او تالت يوم ليا في دبي كان في اوبن داي. اوبن داي ده يبقى شركات بتكون عارضه اوريدي ان هي عايزه تعين وظائف كتير قوي، فانت بتيجي على طول بالسي في بتاعك. فاليوم ده انا رحت وشفت العنوان او الكوميونيكيشن بقى بيا بتاع دبي بشكل عام، كنت لابس بدله وجزمه كلاسيك ورايح بدور على العنوان. انا فاكر الكلام ده كان في شهر 5، في شهر 5 وانا لابس بالبدله، وقعدت تقريبا ساعه ماشي في الشارع عشان اقدر اوصل للمكان. مش عارف العنوان صعب وانا فاكر الموضوع سهل، بقى الموضوع العنوان كان بالنسبه لي صعب جدا وعمال اسال الناس ومش عارف اوصل. ساعه كامله في الاخر خالص وصلت للمكان، بس من كتر الخوف والرهبه انا لفيت ورجعت تاني. ليه؟ كنت خايف ادخل الناس يسالوني حاجات وانا ما اعرفش اجاوب عليهم، كنت خايف جدا. فالموضوع كان بالنسبه لي ورجعت خوف. فعلا بعد الساعه اللي مشيتها؟ معقوله؟ رجعت بقى، بس رجعت ساعتها وانا بأنب ضميري بشكل رهيب، بشكل انت مش متخيله. اللي هو قعدت افتكر بقى انا عليا فلوس وفي التزامات وانا جاي ومتمرمط ده كله، مش عشان اوريدي اخاف ان انا ادخل اصلا انترفيو. فقلت خلاص دي كانت صفحه واتقفلت. انت شخص بيندم اصلا على الخطوات اللي بيتراجع وقتي يعني في وقتها بس بعد كده خلاص نسيت اللي بعده ودخلت في اللي بعده على طول. يومين بالظبط وكان جالي بقى انترفيو تاني، وقلت انا هدخل الانترفيو ده وهتقبل فيه باذن الله. رحت الانترفيو احنا كنا 10 قعدوا يسلكتوا فينا لغايه لما انا الوحيد اللي اتقبلت فيه. ودي كانت بقى كان سيلز في مول في محل في شركه كبيره قوي، كان مرتب بتاعها لطيف كويس جدا بالنسبه لي كبدايه. في نفس الوقت جالي شغل عن طريق حد اوريدي انا اعرفه هناك، ولكن شركه كان حجمها صغير ومرتب اقل. ولكن انا بالنسبه لي دايما في الوقت ده كان الحاجه اللي انا بركز عليها مش مجرد حجم الشركه ولا هي مجرد انا بقبض كام دلوقتي، على قد ما هي فرص الترقيه. انا عندي فرص قد ايه ان انا اترقى، وعندي فرص قد ايه ان انا اكبر، ودي حاجه مهمه قوي الناس لازم تكون واخده بالها منها. بتعرفها ازاي؟ بسال. هو باين. هو بصي انا رايح شركه كبيره جدا، شركه تانية الاولانيه دي كانت شركه عملاقه في ستراكشر واضح وصريح. انا هدخل هكون ترس صغير قوي في الشركه دي، حلو وبتتعلم منها حاجات كتير، بس مش مناسب لشخصيتي. انا شخصيه متحركه، انا شخصيه بفرق كتير وعايز اروح واجي وعايز اعمل حاجات كتير قوي، فانا مش هاخد راحتي في الشركه دي. الشركه التانية لا، كانت حجمها اصغر، عندها بوتنشال ان هي تكبر بشكل احسن، وانا عندي الفريدم ان انا اتحرك زي ما انا عايز، اقدر اتحرك وابدا اروح وابدا اجي وابدا احط افكار جديده ونبدا نطبقها. ده كان الديل، بس المرتب كان اقل ووافقت. وكان حاجه تانية كمان وافقت عشانها، لان ده كان سيلز برضو في محل، والمحل ده كان في فندق من افخم الفنادق اللي موجوده في دبي. فقلت حلو قوي، انا برضو رجعت للسياحه، يعني قريب من السياحه بشكل او باخر. لان في موقف اثر فيا شويه قبل ما اسافر على طول. اول لما الناس عرفت ان انا مسافر دبي لقيت ناس كتير جدا جدا بتكلمني وزعلانه. ليه؟ علشان هم متعودين يسافروا معايا رحلات. فانت يا امير احنا متعودين نسافر معاك رحلات، دلوقتي انت سافرت هنسافر مع مين؟ انت اوريدي كونت مجموعه من الناس كبيره كتير. كانت بعد ما رجعت او بعد ما خدت البيزنس بتاعك مش اقل من 30 40 رحله على الاقل، كل رحله يبقى فيها مش اقل من 50 100 واحد. فكان عندنا ارقام كتير جدا، لدرجه ان كان في ناس من جامعات بره بيجيبونا ننظم لهم اوريدي الرحلات بتاعتهم، من كتر ما احنا كنا مشهورين ومعروفين في الموضوع ده. كلام الناس ده ما كانش بيخليك تحس كده جواك انا راجع لكم؟ انا كده كنت عارف ان انا راجع، انا كده كنت عارف. فكان الموضوع بالنسبه لي اللي هو ايه، هرجع اعمل ايه؟ هرجع على بيزنس، انا عارف ده من قبل ما اسافر، بس هرجع اعمل ايه ما كنتش متاكد. بس الموقف ده اثر فيا شويه وحببني اكتر في المجال، ان قد ايه الحاجات البسيطه اللي انا كنت بعملها بالنسبه لي يعني كتنظيم رحلات
اثرت في حياه ناس كتير، لدرجه ان كان في ناس كتير جدا بتيجي تكلمني تقول لي شكرا ان انت ساعدتنا ان احنا نقضي اجمل ايام في حياتنا. فكلمه كبيره قوي، ايه يا عم الكلام ده؟ اجمل ايام في حياتكم عشان رحله، عشان انت ساعدته في رحله. وانا كمان كنت باخد الموضوع محمل جد شويتين 3، ان انا قبل ما كنت بروح اطلع الناس اي رحله، انا كان لازم اروح المكان بنفسي واكتشفه بنفسي واشوفه واشوف ايه اللي فيه، بحيث ان انا اكون كونت خلفيه عامه عن المكان، بحيث ان انا لما ارجع واقول للناس يلا في رحله اقول لهم الحلو كده وده الوحش. فده كان بالنسبه لي شيء اساسي، وده كان بيساعدني كتير جدا جدا في التنظيم بتاع ده شيء الرحله. من بصراحة الامانه عامه، انه امانه قايل الحقيقه واتقان لكل شويه، الناس. وما بحبش اعمل حاجه بقى اللي هي تبوظ. وفي البدايه كمان يعني محدش، انا مش من اول رحله بداتها يلا كانت الحياه جميله يعني، احنا فشلنا كتير اكيد. وعملنا رحلات كتير جدا فشلت فشل رهيب، في رحلات كتير حصل فيها كوارث يعني. بس الحاجه دي اتعلمنا برضو منها، وتعلمنا ازاي نتحمل مسؤوليه، ازاي احنا عندنا 19 سنه ومتحمل مسؤوليه 100 واحد معايا في الرحله، من اول ما بطلعهم لغايه ما برجعهم تاني، ومش رحلات يوم واحد، يومين و3 و4. فدي كانت مسؤوليه، ومن هنا دي فضلت دايما جوايا ان انا حبيت مجال السياحه، عشان الناس دايما متعلقه بيا ان انا بساعدهم ان هم يكونوا ذكريات حلوه. انت بتحب تساعد الناس يا امير؟ ايه اتعلمت ده في الكليه على فكره يعني. في الكليه برضو كل حاجه هتلاقيني راجع لك في الكليه، لان الكليه كانت الاساس اللي هي اللي بدات معايا. انا ما كنتش اعرف ده، اقول لك احنا سنه اولى الكليه كنا ابيض يعني، ما كناش بنعمل حاجه. اكتشفت نفسك جواها، اكتشفت شغفك وانت بتحب. لما بتجربي كتير حاجات كتير قوي بتعرفي انت بتحبي ايه وما بتحبيش ايه، فانت لازم تجرب. فالحمد لله ربنا كرمني بالشغل التاني بقى، وافقت على الشغل التاني اللي هو في شركه اصغر شويه، والحمد لله بقى كنت داخل يلا انا عايز اكسر الدنيا، حماس رهيب. 6 شهور بالظبط، وكان في تشالنج في الشركه، كان عندها اكتر من محل، كان في محل في الفندق وفي محل في فندق تاني، كان عندهم اوريدي ضعف مبيعات في الفندق التاني ده. فقالوا لي امير احنا محتاجينك تروح تشوف ايه المشكله فيها، والحمد لله كنت بياع شاطر شويه وعايزين نرفع مبيعات هناك. رحت هناك اسبوعين، فهمت شفت المشاكل كانت ايه، والدنيا اختلفت جامد جدا. اترقيت وبقيت باخد الفلوس اللي انا كنت اوريدي كنت هاخدها في الشركه الاكبر بعد اول 6 شهور. كنت متوقع ده؟ انا كنت واثق ان انا اعمل حاجه يعني، كان الموضوع بالنسبه لي منتهي، انا جاي دبي وانا على جثتي انا هنجح يبقى هنجح، كسر الدنيا. فده كان بالنسبه لي يقين انا لازم اعمل حاجه شبه كده، وما عنديش بديل، هو البديل ان انا انجح وبس. فاترقيت، وفي الفتره دي كان بالنسبه لي انا عارف ان انا كسيلز اندور في دبي محتاج لازم يكون معاك رخصه وعربيه عشان ابدا بقى اخد حريتي اكتر وابدا اشتغل سيلز اوت دور. سيلز الاوت دور دايما بيدي لك اكسبيرينس اكتر في مجالات اكتر، بتلف وبتشوف العالم. بالنسبه لي غير السيلز الاندور انت محكوم بالناس اللي جايين لك. انا جاي لي كام عميل النهارده مثلا، سي انا عندي في المحل 10 عملاء، فهم دول اللي هيجوا لي النهارده، انا قافل الدنيا عليهم. لكن الاوت دور انا اللي متحكم في ده، انا هعمل كام فيزيت النهارده، 10 20 30 على حسب طاقتي. فانا كانت بالنسبه لي انا عايز اروح اعمل سيلز اوت دور. جات لي بعد كده الحمد لله ربنا وفقني وطلعت الرخصه وجبت العربيه في بعد اول سنه بالظبط في دبي. وده كان بالنسبه لي البلان، انا كنت حاطط البلان ان انا عايز اعمل ده ثم ده ثم ده، وعملتها. دايما بتعمل بلان لكل حاجه؟ هو لازم يعني، هو لازم، هي مش دايما بتمشي عليها زي ما هي، بس على الاقل انا عارف انا رايح فين. ما ينفعش اسافر دبي وخلاص. ايوه ده سافر تعمل ايه؟ انا عايز اعمل فلوس وعايز اتعلم وعايز افهم وعايز اتطور وعايز اكون حاجه جامده جدا. فانت لو مش عامل بلان زي الشخص اللي سايق عربيه مش عارف رايح فين. انت رايح فين مش عارف، زي ما العربيه بتوديني، لا صح. انا عارف انا عايز اروح فين. فدي كانت مهمه جدا بالنسبه لي. فاول لما بقى معايا العربيه بقى ومعايا الرخصه، انا ستيل دلوقتي سيلز في الشركه اللي انا موجود فيها اندور. فما قلت يلا بقى انا عايز انطلق اعمل ايه. فكان اقترحت، جات لي فكره، هم كان عندهم برودكتس كتير قوي، البرودكت دي كانت موجوده دايما في المخازن بكميات كبيره قوي. ففكرت في فكره ان احنا اوريدي ابدا اوزع المنتجات دي على الفنادق كلها. وانت صاحب الفكره دي كنت؟ فما انا عايز اعمل حاجات، فانا لازم افكر كتير. فالمهم عجبتهم وقالوا لي لا بس ده هيكون على تكلفتك انت، يعني انت اللي هتتكفل بمصاريف بقى البنزين والكوست بتاع الحاجات دي كلها بتاع عربيتك. قلت لهم ما عنديش مشكله، لكن مقابل نسبه من المبيعات اللي انا هجيبها. وعملنا الديل على كده. مش متخيله دي كانت فرقه معايا ازاي. انا لفيت فنادق الامارات كلها
يعني دخلت تقريبا في الوقت ده كل فنادق الامارات، لفيت الامارات من دبي لابو ظبي للشارقه لراس الخيمه العجمان كله. ما فيش فندق تقريبا ما دخلتوش. ما هو ده الحته بقى الحلو بتاع الاوت دور اللي بقول لك عليه، انك انت اللي مقبل على العميل. فكنت بلف وعملت مبيعات كبيره جدا، وكنت باخد بقى مبيعات، كنت باخد اوريدي الكوميشن بتاع الموضوع ده. فانا كنت مبسوط جدا بالفتره دي. ده كان في تاني سنه. فده كان في تاني سنه. خلصت اول سنتين ليا في الشركه اللي انا كنت موجود فيها، وكنت انا يعتبر انا والاونر، مين الاونر بس على طول. وحسيت بقى ان انا لا، انا عايز اتطور وعايز اروح مكان تاني، لان الشركه دي خلاص هي جابت سقفها معايا، انا خدت منها كل اوريدي الحاجات اللي انا عايزها. كان ده اول قرار مجنون شويه بالنسبه لي، ان انا اللي اقدم استقالتي واقول لهم ان انا مش هجدد عقدي. طب هل انا كان عندي شغل؟ لا، ما كانش عندي شغل. كبير، ما حدش بيعمل كده يعني في الاغلب. بس انا لا، انا مش هقعد هنا، يعني مش هقعد هنا. كان الموضوع بالنسبه لي منتهي. وقلت ايه المشكله؟ انا عندي لغه قويه جدا، وعندي خبره في الامارات سنتين، ومعايا عربيه ومعايا رخصه وفاهم كل حاجه، وانا جامد جدا. قعدت شهر كامل قبل ما العقد بتاعي يخلص ادور على شغل، وبعد ما العقد ما خلص كان بيبقى فيه اوريدي شهر كمان اقدر اكون موجود فيه في البلد زي سماحه او حاجه شبه كده. شهرين كاملين يا ريم بدور فيهم على شغل. دخلت فيهم اكتر من 40 انترفيو. انا فاكر ال 40 انترفيو دول جولي من اكتر من 800 وظيفه انا قدمت عليهم. انا فاكر يعني كنت بقدم السي في بتاعي بشكل خيالي. خيالي. المفاجاه بقى في ايه؟ المفاجاه ما اتقبلتش. يعني انا كنت ولا انترفيو ولا اي حاجه، والحاجات اللي اتقبلت فيها كانت تعبانه جدا. فكرتش ليه ترجع نفس الشركه؟ لا، هي انا كنت واخد قرار ومش هرجع فيه. انا هطلع لقدام، مش عاجبني الموضوع ده، هكمل. وهنا بقى وصلت لاخر يوم ليا في البلد، كنت في انترفيو وخلاص انا مسافر بالليل. مسافر اللي هو ايه، انا سايب الامارات. طب انا عربيتي موجوده والسكن بتاعي موجود وكل حاجه موجوده، انا مسافر خلاص راجع مصر. قلت مفيش مشكله. دخلت الانترفيو بتاع اخر يوم ده وخلصت، وبعد كده طلعت على المطار ورجعت مصر. بس رجعت مصر انا قلت هدي لنفسي بريك شهر، هقعد شهر ومش هقول للناس اصلا ان انا نازل وما عنديش شغل. ودي كانت مفاجاه. اغلبيه الناس ما كانوش يعرفوا ان انا راجع مصر اساسا وانا ما عنديش شغل في الامارات خلاص. دي مفاجاه اول مره حد يسمعها. في ناس كتير من القريبين ما كانوش يعرفوا حاجه شبه كده. فانا فنزلت مصر وقعدت شهر كامل. وبعد ما قعدت شهر قعدت بالظبط 35 يوم انا فاكر، يعني كنت بعدهم. رجعت عملت تأشيرة السياحة تاني من أول وجديد، ورجعت بقى الإمارات بدور على الشغل من الصفر تاني. بس ربنا كان لا أمل إيه، مفيش الكلام ده. مفيش الرفاهية بتاعت إن أنا أفقد أمل. أعمل إيه يعني؟ أنا راجل وأنا لازم أشتغل وعندي طموح وعندي أهداف وعايز أعمل الكلام ده. مفيش وقت إن أنت تفقدي فيه أمل. أنت يلا، أنت مكنة مكملة، لازم تكمل على طول عشان تقدر تحقق اللي أنت عايزه. لو ما رجعت سبحان الله يعني، قبل ما ارجع كمان كانت الشركه اللي انا عملت فيها انترفيو اخر يوم كلموني وقالوا لي ان احنا تعالى سكند انترفيو. قلت حلو. وقدمت على، انا فاكر في وظيفه تانية. قدمت في الوظيفه التانية دي، انا كنت فاكر الرقم كويس. الوظيفه التانية دي كان مقدم عليها اكتر من 900 واحد في دوبزل. كان بيبان اوريدي كام واحد مقدم على الوظيفه دي. كان في 900 واحد مقدم على الوظيفه دي. قلت لنفسي ايه الهبل ده، انا يعني هقدم بعد 900 واحد؟ اكيد لا يعني. ولكن صوت بيني وبين نفسي كده قال لي ما تقدم، ما يمكن. لان الوظيفه دي كانت عجباني قوي. كانت وظيفه وانت كلها اوت دور ومش في مكان واحد، في ابو ظبي وفي الفجيره. هتكون انت مسؤول عن ماركت ابو ظبي وماركت الفجيره. قلت ده كلام جامد قوي، انا عاجبني ده. سيلز اوت دور، انا ده توجهي وده دي خبرتي وده اللي انا بعرف اعمله هناك. اي وظيفه ريليتد بالسياحه في دبي اترفضت فيها. اي حاجه في الفنادق اترفضت فيها. كل ده اترفضت فيه. فده كان بالنسبه لي ماشي، مفيش مشكله عادي، مع اني كنت بحب قوي المجال يعني. ولكن اتقبلت في الشغل التاني اللي هو اللي انا كنت عملت فيه اخر انترفيو ده في اخر يوم قبل ما اسافر. والمفاجاه ان انا اتقبلت في الشغل لان هما كان فيه 900 واحد تقريبا مقدمين فيه ده. اتقبلت فيه. وكان عندي هنا برضو تحدي، نفس التحدي القديم، ان انا اوريدي الشركه التانيه دي كانت شركه كبيره وكانت الراتب بتاعها كويس جدا. والشركه اللي اتقبلت فيها بقى التانيه برضو كانت شركه حجمها اصغر شويه، ولكن فرص الترقيه فيها كانت رهيبه. الشركه بتتوسع بشكل فظيع وبتدور على كوادر وقيادات يقودوا الشركه في توسعاتها. فعجبتني قوي. كنت حاسس نفسك فيها؟ قلت هو ده. ما قلت انا كنت صريح جدا في الانترفيو. فرص الترقيات عندكم عامله ازاي؟
والتانيين فرص ترقيات كانت بالنسبه لي اصغر شويه، انا وفوقي سيلز مانجر، وبعد كده في قصه كبيره قوي، فلا مش هي دي، مش مكاني. وقبلتها. وكانت التانية كمان قايمه على الكوميشن بتاعها بشكل اجريسيف قوي، يعني الراتب الاساسي بتاعها كان اقل ولكن الكوميشن كان اعلى، فكانت بالنسبه لي حلو. ليه؟ Challenge. عشان ما هو الكوميشن ده انت كسيلز انت اللي بتحكمه، انت هتشتغل 5 ساعات 10 ساعات 20 ساعه، تشتغل قد ايه على حسب سعيك وشغلك، على حسب ما ربنا هيكرمك يعني. فدي كانت التحدي بالنسبه لي واتقبلت فيه، ونقلت من دبي لابو ظبي. خلاص بقى نقلت ابو ظبي، وكنت عايش في ابو ظبي في الفتره دي، ومسؤول عن ماركت ابو ظبي وماركت الفوجيرا. ولكن بقى هنا اول 6 شهور برضو ليا هناك كان الموضوع بالنسبه لي، كنت بشتغل بشكل خيالي. ان انا العادي بنشتغل هناك 8 ساعات، انا كنت بشتغل بال 13 ولا 14 ساعه. ليه؟ عشان اثبت نفسي، عشان اكون رقم واحد. انا كنت عايز كده. والمفاجاه ان احنا كنا 4 سيلز تقريبا، تقريبا 4 أو 3 سيلز هناك في الشركه دي. انا من اول شهر كنت رقم واحد، وتاني شهر كنت رقم واحد، وفضلت مكمل كده تقريبا اول 3 شهور على الاقل في البلد. فده كان بالنسبه بعد قد ايه؟ ترقيت بعد قد ايه في الشركه دي؟ ما هو انا اول 6 شهور انا كان الوظيفه دي كانت اوريدي، كنت انا مسؤول عن منتجات معينه، وانا كنت بسبلاي المنتجات دي في صيدليات وفي سوبر ماركت وحاجات شبه كده. تمام. الفكره وما فيها ان دورك الاساسي انك تمنتين الريليشن شيب مع الكارنت كاستمرز، العملاء اللي موجودين دلوقتي عندهم منتجات، تحافظ عليها وتحاول تزود فيها شويه. وفي تشالنج اكبر واصعب شويه ان انت تجيب عملاء جداد، او انك اوريدي تنزل المنتجات بتاعتك عند عملاء جداد. دي بقى كانت اكتر حاجه انا بحبها، لان دي الاصعب، بس الاصعب ولكن اوريدي فواتيرها بتبقى اكبر، عمرتها كانت بتبقى اكبر. فانا كنت مركز في دي. فالناس لقوا ان مبيعاتي في اول 6 شهور خياليه، قالوا لي لا انت كده استنى، احنا هنرقيك، ولكن احنا مش هنمسكك بقى ابو ظبي والفجيره، انا عايزك هتسلم المنطقتين دول لمندوب تاني وترجع دبي، ومن دبي تكون فري تتوسع في الامارات كلها. دورك انك تدور على عملاء جداد على مستوى كل الامارات. فكان بالنسبه لي ده حلو قوي. ليه؟ واخد ما هي بصي انا بحب الحريه، والحريه بالنسبه لي يعني فرص اكتر، يعني بتعلم اكتر، يعني اقدر اعمل حاجات كتير. هو ده اللي انا بدور عليه بالظبط، ده اللي انا بدور عليه. فترقيت بعد 6 شهور ورجعت دبي، وبقيت انا بعمل كده، بقيت بنزل بالعربيه. يعني ده كان اوريدي كنت شغال على جوجل ماب، بنزل بالعربيه اشوف الشركه مش موجوده فين واروح. انا اكتشفت اماكن في الامارات ما كنتش متخيل هي موجوده، على حدود السعوديه، على حدود عمان، كنت بروح كل مكان. فانا كان بالنسبه لي كده نازل النهارده مش عارف انا رايح فين، فكنت بروح اماكن بعيده افتح فيها شغل. وكنت الحمد لله ربنا كرمنا يعني، وعملت فيها مبيعات كتيره جدا. وهنا الشركه قالت لي لا بقول لك ايه، انت كده الموضوع بيكبر منك، انا عايز استغلك في حاجه احسن من كده. اللي هي ايه؟ احنا بنفتح مقر وفرع جديد للشركه في عمان، ايه رايك تروح عمان؟ بدون تردد قلت لهم هو ده اللي انا عايزه. انا خلصت دبي. ايه؟ انا خلصت دبي. ما هو بالنسبه لي خلاص، بالنسبه لي دبي انا في الماركت اللي انا فيه ده اصلا في عملاء كتار، فاللي تشالنج ان انا ابص او اجيب عملاء جداد موجودين جوه نفس الماركت. طب ما بالك بقى بدوله جديده احنا مش موجودين فيها. وخلي بالك هنا الموضوع مختلف شويتين عشان اكتر من حاجه، دي ترقيه كبيره، ان انا مش مجرد سيلز، انا كنت البرانش مانجر هناك. فانا اترقيت مش على مستوى مبيعات بس، على مستوى مبيعات وعلى مستوى اداري. فكانت بالنسبه لي ترقيه جامده جدا. وكمان الحلو ان انا هناك كانت الترقيه براتب اعلى طبعا، وكمان كنت هاخد الشقه والسكن بتاعي لوحدي. وكمان السنه دي كنت السنه اللي انا هتجوز فيها، فكانت بالنسبه لي على هوايه قوي. كنتش اعرف حد هناك في عمان تقريبا غير بنت خالتي بس اللي كانت موجوده، ولكن كانت في مكان بعيد قوي، فانا كنت لوحدي تماما في البلد. وده كان برضو تحدي من التحديات، ان انا هسيب دبي بمعرفتي في دبي كلها وكل علاقاتي وكل معرفتي بالبلد، وهسيب ده كله وهروح بلد جديده ما اعرفش حد فيها، ما اعرفش السوق شكله عامل ازاي، ولكن اللي انا عارفه ان انا هقابل تحديات اكتر هناك، وده اللي عجبني قوي. ومن هنا توكلت على ربنا ورحت عمان. هل هي كانت نفس التوسع بتاع الامارات ودبي ونفس الشغل اللي لقيته هناك لقيته في عمان، ولا الدنيا كانت مختلفه؟ لا خالص. بصي الفكره وما فيها، عمان دوله مختلفه تماما عن دبي، ولكنها بالنسبه لي كانت هي
اكتر حاجه قريبه من قلبي. يعني انا حبيت عمان جدا جدا. مبدئيا عمان كمساحه وكحجم اكبر بكتير من دبي. طبعا دبي اقتصادها اكتر بكتير واقوى، ولكن كعمان بشكل عام انا حبيتها. الدنيا هناك جميله، واكتر حاجه حلوه في عمان اهلها. اهل عمان طيبين جدا 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 ولذاذ، والدنيا بسيطه جدا عندهم، والطبيعه هناك طاغيه اكتر من اي حاجه تانية. بلد جبال، بحر، الطبيعه حلوه بمعنى بشكل او باخر. الطبيعه فعلا حلوه، وانا راجل بحب الطبيعه. انا البيت بتاعي كان اوريدي يعتبر قدام الجبل على طول، فده كان بالنسبه لي حاجه جامده جدا. كنت مبسوط قوي بحاجه شبه كده. ففي فرق بشكل او باخر بين عمان وبين دبي. الفكره بقى في عمان، التحدي كان بالنسبه لي ان انا فاكر بالظبط الموقف اللي تم. صاحب الشركه استقبلني في المطار، خدني، رحنا جبنا العربيه، قال لي دي عربيتك، ده الشقه اللي انت تقعد فيها، وده المخزن اللي احنا هنجيب لك فيه البضاعه بتاعتنا كمان 3-4 ايام، شكرا مع السلامه. كنت حاسس بايه وانت شايف مدير الشركه مقابلك؟ مسؤوليه بقى، مسؤوليه وعربيه لا عادي، بس هي الفكره فيها كلها مسؤوليه وتحدي. لان انا الشوارع بالنسبه لي جديده، الناس شكلهم مختلف، كل حاجه بالنسبه لي جديد، ما اعرفش انا رايح فين. فانا ماشي وما اعرفش اسامي المناطق، ما اعرفش اي حاجه. فكان الموضوع بالنسبه لي غريب ومختلف، ولكن انا طبيعتي ان انا بحب التحديات، فهو كان بالنسبه لي تحدي من ضمن التحديات الكتير اللي موجوده عندي. فقعدت اول 2-3 كده في تخبط، بحاول استوعب وافهم واشوف الدنيا ماشيه ازاي، عشان انا مطالب بحاجات كتيره قوي: استقبال البضاعه، تنسيق لغايه وصولها لغايه المخزن، الموظفين، تعيين. يعني دي كانت بالنسبه لي حاجه جديده بقى، ان انا ابدا اعمل هايرنج كله بنفسي. هايرنج الناس انا ما اعرفش طبيعتهم، وما اعرفش اوريدي الباك جراوند بتاعتهم، ولا اعرف اي حاجه، بس انا مطالب ان انا ابدا اعين التيم، لان التيم ده هو اللي هيساعدني. لان مينلي انا هيكون شغلي هو برضو اوت دور. انا بمانج ومسؤول عن اداره الشركه، ولكن مينلي يلا عملت سيت اب كل حاجه جوه مظبوط وتمام، يلا بقى انا مسؤول اوت دور، ابدا ابيع بقى. نبدا نبيع ازاي؟ ولكن ربنا كان ميسر الحال، يعني الامور كانت ماشيه بشكل كويس. كنت بشتغل كتير جدا 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 برضو في عمان بالذات في البدايه، علشان انا عايز اقنع الناس بمنتج جديد هم ما يعرفوش المنتج، وبالنسبه لهم تحدي جديد، لان في منتجات اقدم مننا بسنين وموجوده ومسيطره، ويمكن اسعارهم كمان احسن مننا. انتوا لسه ظاهرين في السوق جديد، احنا لسه بسم الله الرحمن الرحيم بنقول يا هادي. احنا كانت شركه عندها فرع في لبنان وفي دبي وفي المغرب، ولكن بالنسبه لعمان هو منتج جديد بالنسبه له، فهنا كان التحدي. قعدت السنتين دول في عمان، بفضل ربنا حققنا نجاحات جباره، وبقينا رقم 1 في الماركت هناك في ظرف كام شهر. بس الموضوع ما كانش صعب قوي، ما خدش وقت كبير قوي، لا الدنيا كانت ماشيه معايا بشكل كويس. وكانت الحلو ان انا كنت كل يوم كالعاده في مكان جديد وفي مكان مختلف. قفلنا الدنيا في عمان، من مسقط لصلاله لصحار، من الشرق للغرب. وزي ما بقولك الطبيعه هناك جميله، وصلاله جميله، هي يعتبر بالنسبه لي اجمل مكان في عمان كلها. فعمان لا، وعمان انا شايفها دايما opportunity وفورس لاي حد عايز يتوسع. عمان بلد جميله، ولسه محتاجه كتير، ولسه فيها كتير ينفع يجي فيه. انا بالنسبه للسياحه في عمان كانت زي دبي ولا كانت؟ لا طبعا، عمان السياحه بتاعتها معتمده اكتر واكتر على الطبيعه. الدنيا هناك كل حاجه طبيعه، كم جبال، كم صحراء، كم البحر هناك حلو ومتنوع كتير، لان هو اوريدي هناك صلاله على المحيط غير مسقط وباقي عمان، ففي تنوع وفرايتي رهيبه جدا بصراحه. دبي مختلفه، لان دبي اغلبيه الحاجات اللي فيها يعني هي صناعيه او معموله بشكل او باخر، ودي ليها ناسها ودي ليها ناسها، ففي اختلاف رهيب. برضو التنوع بتاعي في عمان، لما زرت اماكن كتير شفت واتعلمت وحبيت عمان، وحبيت طبيعه عمان، وحبيت برضو طبيعه دبي، وحبيت الاختلاف بينهم بصراحه يعني. فده بشكل بسيط جدا من السياحه. جزئيه تانية ان الفتره بتاعت عمان ادتني ثقل كبير جدا 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 في البيزنس، مش مجرد بس في السيلز بشكل عام، لا في السيلز وفي الاداره وفي الاوريدي الهايرنج وفي الماركتنج وفي حاجات كتير جدا. ففتره عمان دي كانت بالنسبه لي رهيبه، وكمان حققنا فيها نجاحات كبيره جدا جدا جدا، لدرجه ان احنا يعني الحمد لله كان في اوريدي تنسيق بيني وبين صاحب الشركه
ان احنا يلا ننزل مصر ونفتح فرع كمان في مصر مع بعض. واو. من كتر ما احنا عملنا اوريدي. وما عملتوش ده لا ولا وعملنا ده وعملنا ده اوريدي من واحنا اوريدي خلاص في بعد اول سنه في عمان. نزلنا مصر وقعدنا مع بعض هنا اسبوعين وبدانا اوريدي في اجراءات واسسنا الشركه على اساس ان احنا هنخلص الفتره بتاعت عمان شويه كده وهرجع بقى مصر وهكون انا مسؤول عن الشركه في مصر. فكانت فرصه رهيبه جدا يعني. ولكن هستوب هنا كده. ولكن حلو ولكن دي الاساس. ولكن دي كانت البدايه وهرجع كده فلاش باك شويه. الكلام ده كنا اوريدي في 2000 في اواخر 2017 اوائل 2018 في السنه الثانيه بتاعتي في عمان. ان انا كده كان عندي حلم كبير ان انا عايز ارجع مصر واعمل البيزنس بتاعي في مصر. ايه هو فين ازاي مش عارف، ولكن انا راجل بحب السياحه. 2016 من وانا في دبي جات لي فكره بشكل ما ان انا عايز اكون سبب في ان انا اديجيتالايز او اخلي السياحه في مصر الناس معتمده على التكنولوجي. لان انا كنت شغال في مصر في السياحه، فالطريقه الطبيعيه العاديه اللي الناس بيحجزوا بيها رحلاتهم في مصر كانت ايه؟ بينزلوا الشركه، بيتواصلوا مع شركه سياحه وبيحجزوا بالطريقه العاديه جدا. في دبي الموضوع مش كده، فلما اتاثرت جدا بالامور هناك. كل حاجه هناك اونلاين، ابلكيشن والتاني والتالت وطرق كتير جدا مختلفه للحجوزات. فعجبني بكتير وانا شفت ان هو ده المستقبل، وشفت ان ده كده في مصر هيجي عاجلا ام اجلا. فمن هنا قلت طيب انا عايز اكون جزء ان انا اديجيتالايز السياحه في مصر، او اخلي السياحه في مصر معتمده في الاساس على الديجيتال. وقلت طب انا هبدا اعمل بروجكت، وجات لي فكره هلا. وليه هلا؟ قلت هلا علشان انا لو انا هبدا في مصر اقدر اتوسع في الخليج، فكلمه هلا بالنسبه للخليج وبالنسبه لمصر فاميليار، يعني اللي هي ينفع هنا وهنا على مسامع الناس سهله بشكل او باخر. ولكن في الوقت ده انا قلت طب انا معيش فلوس، يعني كده كان 2016 كان بقالي سنتين في دبي، معيش فلوس ان انا اعمل الموضوع ده. اعمل ايه؟ قلت استنى شويه وابدا ادرس اكتر واكتر السوق في مصر من وانا في دبي. خلصت 2016 2017 بعد كده رحت عمان والفكره لسه معايا، وخلاص انا اوريدي بقيت كل يوم ورا التاني الفكره بتثبت عندي اكتر ان انا لازم اعمل ده، وان انا لازم اكون مؤثر في القطاع ده في مصر واكون من رواده. ليه؟ انا دايما عندي جزئيه تانية. الناس بره دايما معتمدين على حجوزات، دايما الناس بتعمل بره على حجوزات الفنادق، فنادق وطيران. طب فنادق وطيران بيحجزوها اونلاين. مصر زي ما قلت لك الموضوع كان بعيد شويه كتير. انا كنت معتمد، او انا دايما كنت شايف جزء كبير جدا من القطاع بتاع السياحه في مصر ان الناس دايما بتحجز مش مجرد فندق. اللي انا كنت بعمله مع الناس كنت بخلي الناس تحجز الفندق، وبتحجز اوريدي ترانسبورتيشن او اللي هو الاتوبيس النقل بشكل عام، وكمان بتحجز الاكتيفيتي اللي هتعملها هناك. فالناس بتحجز باكج واحده بس. انا قعدت ادور كتير جدا الناس دي بتحجز الباكج دي ازاي في مصر دلوقتي هي اوفلاين. طب هل في اي واي ما اونلاين تخلي الناس تقدر تحجز الحاجات دي من خلالها؟ الاجابه كانت لا قطعا، مفيش. فقلت خلاص يبقى انا هدخل مصر وهتك على الحته دي، وهي دي الجزئيه اللي انا هفوكس عليها. لان طبيعه مصر وطبيعه السياحه في مصر مختلفه عن الخليج. اغلبيه الناس في الخليج بيسافروا بعربياتهم، فهم كل اللي محتاجينه ايه؟ الحجز الفندق وخلاص. في مصر الموضوع مش كده. حتى لو انا معايا العربيه بتاعتي عشان اتنقل، في ناس بتزهق جدا من السواقه، فبيبقى عايز ايه طويلة. احنا بنسميها وان ستوب شوب او ترافل هيدك فري ترافل اكسبيرينس. يعني اوريدي هو مش هيشغل دماغه باي حاجه في رحلته، هو حاجز الرحله بتاعته بندل واحده من مكان واحد، وهي اوريدي كل حاجه بتتنفذ له زي ما هو عايز. عدت 2018 وانا في 2018 اتجوزت بقى خلاص. قلت تمام مسؤوليات هو ده. لا خالص مش كده بالنسبه لي، بالعكس كان بالنسبه لي انا حاسس ان انا كنت عايز اخد دايما الخطوه بتاعه الجواز قبل الخطوه بتاعه البيزنس، عكس اللي الناس بيقولوه. انا كنت شايف ان هنا استقراري اكتر، استقرار ان انا اخلص مصاريف ومسؤوليات واتجوز، وبعد كده يلا بقى نشوف هنعمل ايه. وهنا بقى جات لي قلت طب يلا انا هو ده الوقت المناسب ليا ان انا ابدا اعمل فيه هلا ترافل. الموديل القديم او اول موديل كان موجود بالنسبه لنا، انا عارف ان انا عايز اعمل ده وعايز اديجيتالايز السياحه في مصر. عارف ده من امتى؟ يعني انا عايزه من 2016 من اول ما جات لي الفكره تماما.
بس من 2016 ل 2018 الفكره بتزيد وبتبقى بالنسبه لي اللي هو ايه، عارفه، بتطبخ على نار ما هاديه كنتش مرتاح وانت هناك بره فين؟ مصر خالص. وانت شغال وحاسس ان انت عندك حلم عايز تنزل تحققه، ولا كنت لا لا مرتاح عادي. بس انت هي عارف ان بالنسبه لي الخطوه دي جايه خطوات. في وقتها؟ لا لا لا، كل حاجه بوقتها بالنسبه لي عادي خالص. كنت مبسوط وكنت شغال وكنت بدي اقصى حاجه اقدر اعملها وانا هناك، وفي نفس الوقت مستني وعارف ان انا لما ارجع مصر باذن الله امتى مش عارف، يعني امتى بالظبط مش محدد عارف، ميعاد. ولكن انا عارف ان دي الخطوه اللي جايه مم. وعارف هو ده اللي هيتم بشكل ما يعني. فقلت خلاص هو ده اللي انا هبدا اعمله. انا دايما بحب اعمل ايه، الموديل القديم. كنا بنتكلم عن الموديل الموديل القديم. القديم. الموديل القديم بالنسبه لي ان انا هقدر انفذ ده او هقدر اعمل ده عن طريق شركات السياحه، لان انا كنت شايف شركات السياحه اللي في مصر كلها اللي انا كنت جزء منهم بشكل او باخر، احنا اللي بننفذ العروض دي للعميل. طيب قلت الموديل ان انا هبدا اعمل ايه، قلت ان انا هعمل موبايل ابلكيشن، والموبايل ابلكيشن ده هيخلي كل شركات السياحه اللي موجوده في مصر تحط العروض بتاعتها على الموبايل اب. العميل هيدخل على الابلكيشن هيحجز العرض بتاعه وانا اخد الكوميشن بتاعي في النص، واكون عملت الهدف بتاعي، عملت البيزنس اللي موجود في قطاع السياحه، واكون عملت ده اللي انا عايزه. وقلت تمام يلا هنعتمد وقلت هنعمل ده. جزئيه هنا انا كان معايا جزء من الفلوس، ما كانش معايا الفلوس كلها، كان لازم برضو اعتمد على الشركاء. انا بحب جزئيه الشراكات، لما الشراكه تكون اوريدي موجوده او بتكون قايمه على ناس فاهمه هي بتعمل ايه، وناس اوريدي اهل ثقه وفي نفس الوقت اهل فكر ان انت عارف انت بتشارك مين، ساعتها الامور بتبقى ماشيه بشكل كويس. كانوا موجودين ولا كانوا في بختار. دماغك من قبلها؟ انا عارف انا رايح لمين. انت انا عندك عارف ناس انا هعمل معينه ايه، كنت عارف انا هعمل ايه كاشخاص، وكنت عارف انا هعمل ايه اوريدي حتى كموظفين ليتر اون، بعض الموظفين طبعا. ليه انا في الكوميونتي بتاعي انا عارف في بعض الناس هي دي اللي بالنسبه لي تمام. ليه برضو بقول لك كده، لان اوريدي الشراكه في الفتره بتاعه الجامعه كانت بالنسبه لي اتعلمت منها كتير، لان احنا خسرنا مع بعض كتير، فاحنا شفنا كتير وتعلمنا. فكانت بالنسبه لي ان انا ادخل في شراكه تاني تمام، بس انا هتعلم وعارف انا هختار مين، هبدا اوريدي ندخل مع بعض الرحله اللي جايه دي. كملوا معاك. كملوا معاك مش كلهم رحلتك. مش كلهم طبعا، جزء في بعض الاشخاص والبعض لا، يعني في ناس احنا ما بقناش نكلم بعض اصلا يعني. فانت في وقت الخسائر دي بتعرفي الناس بشكل ما اكيد. فالمهم كانت الامور بالنسبه لي يلا خلاص تمام، انا هبدا اختار الناس، كان اسهل حاجه بالنسبه لي ان انا عارف انا هبدا اختار مين، اختار الشخص الثاني الثالث الرابع الخامسه. احنا كنا 5، انا اوريدي جمعتهم. اتوفقت بنسبه كام؟ 100%. كلهم؟ طبعا. انا الصومه الناس دي بالنسبه لهم عارفين مين امير، وعارفين ان امير بدل ما يدخل هيتحط حاجه دماغه في حاجه معينه فهيجيب اقصى حاجه عنده. هم كانوا بعاد شويه عن القطاع ده وبعاد شويه عن المجال ده، ولكن هم واثقين فيا كشخص، مأمنين بيك، بس هم واثقين فيا. وانا برضو كان في جزئيه دايما انا بحب اعملها، ان انا لما اجي اوزع الشيرز ان انا عايز فلوس كام من كل واحد. انا كنت دايما عندي مبدأ كده ان انا هبدأ اخد الفلوس اللي انا عارف ان الشخص ده عنده القدرة ان هو يخسرها. انا عارف انك ممكن تخسر مثلا 100,000، فانا هقول لك تمام 100,000 دول انا هدخل معاك فيهم في بيزنس، ولكن بنسبة 90% هنخسر. فده كان دايما البداية. تمام يا امير، خلاص اعتمدنا على كده. انا ما بطبقش الموضوع ده عليا، انا كان الموضوع بالنسبه لي معكوس، لان انا كل جنيه كان معايا تقريبا حطيته في البيزنس. ما اخسر كل حاجه مش مهم، ليه نبدا من اول تاني عادي مش ازمه يعني. وكمان انا عندي جزئيه تانية بحبها دايما في البيزنس وتعلمتها دايما، ان انا لازم قبل ما ابدا المشروع لازم لمده سنه على الاقل قدام اكون جايب تكاليف المشروع كله وحاططها على جنب، دارس كل خطوه بتاخدها كويس جدا. الدراسه مهمه، يعني الدراسه مهمه، وانت اوريدي انت داخل بيزنس ودي فلوس، مش فلوسك لوحدك، فلوسك وفلوس ناس، فانت مسؤول عليها وربنا هيحاسبك. فانت لو ماشي بالحب كده انت لا، ربنا بيقول لك فاعقلها وتوكل يعني. فانت لازم تعقلها ولازم تخطط ولازم تدرس علشان تكون عامل اللي عليك، والتوفيق ده بايد ربنا، بس ما تبقاش انت مقصر في اي حاجه، وده المهم يعني. فجمعنا المبلغ، وده كان في 2018، وكان في يناير 2019 سجلنا الشركة في مصر. أنا كنت في عمان، يعني أنا كنت في عمان في الفترة دي.
انا كنت في عمان وكنت مكمل شغل في عمان، وكان عندي بقى اوريدي حلم كده اوريدي، ده اغلبيه الناس بيبقى عندهم نفس الحلم، ان انا هكون شغال في الخليج وفي نفس الوقت هكون عندي البيزنس بتاعي في مصر، لغايه لما البيزنس بتاع مصر يكبر وبعد كده هقوم سايب الخليج وانزل. ده اغلبيه الناس بتاعي، بس ده ما تظبطش، ما بيحصلش. ما حصلش. لا مفيش الكلام ده، مفيش حد، صعب قوي ان هو يحصل يعني. لان انت الراجل، انت عندك رؤيه وعندك هدف، وانت اوريدي الاساس بتاع فكره المشروع كانت موجوده عندك، فانت عارف هتقدر تتحرك فيها ازاي. كل البارتنرز اللي معاك وكل الشركاء اللي موجودين معاك هم مأمنين معاك بنفس الرؤيه وعايزين يعملوها، ولكن اتحادكم كلكم مع بعض هو ده اللي هيخلي النجاح واصل. لكن ان انت اوريدي يبقى عندك القدره انك تمانج المشروع وانت في مكان والمشروع في مكان، موضوع صعب جدا. كانت البدايه ان احنا كان اوريدي بنروح تقريبا لكل الشركات السياحه. احنا لفينا على اكتر من 500 شركه سياحه في مصر كلها علشان نقنعهم بالفكره. وهنا كانت المفاجاه ان الاغلبيه العظمى مش عايزين الموضوع، يعني اغلبيه الشركات مش متعاونين، مع ان الموضوع ده هيكون ليه افاده كبيره جدا عليهم، او دي على الاقل كانت رؤيتي في الموضوع. هم كانوا شايفين كده، هم كانوا شايفين الموضوع ده فاشل وان ده ملوش لازمه، وفي شركات كتير طردتنا اساسا، قال لك لا اطلع بره، مش عايزك انت تنصب عليا او غيره. اتوفقنا في كام شركه في الاخر؟ اتوفقنا تقريبا في 200 شركه. 200 شركه هم دول ال 200 شركه اللي هم اوريدي تمام، احنا موافقين ان احنا نرجستر عندكم على الابلكيشن. وانا علشان الاب وكده تعاقدت مع شركه اوت سورس ان الشركه دي هي اللي تعمل لنا الويب سايت، تعمل لنا الابلكيشن. كنت بنزل مصر كتير في الفتره دي علشان انزل اخلص تعاقدات معينه وبرجع، ممكن انزل يوم يومين وارجع على طول. وتعاقدنا وكنا في شهر 5 2019 بدأنا هالة ترافل بشكل رسمي بقى. يعني الابلكيشن بدأ والشركة الاثنين، الشركة الأساسية في يناير، بس احنا اوريدي كنا لايف مع العملاء في شهر 5 احنا كنا لايف مع العملاء في هالة ترافل. بدأنا ان احنا اوريدي عندنا عروض كتير جدا من شركات السياحة، وان احنا بدأنا نسوق، نقول للعملاء يلا تعالوا ادخلوا على الابليكيشن هتلاقوا عروض كتير جدا مختلفة، احجزوها ولما يحجزوها ناخد الكوميشن بتاعي. شهر تاني تالت وبدأنا نخسر كتير. مستنية تقول لي ال6 شهور اللي نجحت فيهم في عمان هم ال6 شهور اللي نجحت فيهم في مصر؟ لا ما خالص، بالعكس احنا في مصر احنا كان عندنا كم خسائر رهيبة في البداية، رهيبة. احنا قعدنا تقريبا اول سنة بنخسر كم خسائر مش طبيعية. بص عايز اقول لك ان اول سنة اللي انا كنت مجمع الفلوس بتاعتها على جنب دي هي استنزفت بالكامل، كلنا خسرناهم كلهم، كل الفلوس دي احنا خسرناها. تعدى عليكم كورونا كمان. ما اجيلك لسه واحدة. فاحنا اوريدي لما بدأنا واشتغلنا لقينا خسائر. طب سبب الخسارة ايه؟ عدم تقبل شركات السياحة للفكرة، حتى الناس اللي ريجسترد معانا الناس مش كلها كانت متقبلة. يعني بص بقول لك 200 شركة كانوا موجودين معانا، كم شركة منهم كانوا متعاونين لا يتجاوزوا 10 شركات، لا يتجاوزوا، رقم قليل جدا يعني 10 شركات. وال10 شركات دول منهم كم واحدة اكتف؟ 3-4، يعني لو وصلوا ل3-4 كمان. فكان الموضوع صعب. العميل اوقات كان بيدخل يحجز، الشركه مش متعاونه، تقول لك السعر اتغير، مفيش افيلابيلتي، ده لو ردت اصلا على العميل ممكن يسافر. احنا كنا جبنا عملاء كتير، كان عندنا عملاء كتار، فبنجيب العميل ولكن العميل بيروح مننا، او العميل يبقى عنده مشكله هناك في الرحله بتاعته، شركه السياحه مش متعاونه مش سبورتيف، فالعميل بيروح بيحصل عنده مشكله، فشركه السياحه ما بتحلش. ساعتها العميل بيشتم مين بقى؟ بيشتمني انا، عشان انا اللي جبت له شركه السياحه دي طبعا. فالموضوع كان صعب بصراحه، ولكن كان في جزء ايجابي في النقطه دي، ان احنا اوريدي اشتركنا في مسابقه اسمها ترافل تك فور جود اكسلريتور. دي اوريدي كانت موجوده عن طريق او متنظمه عن طريق منظمه امباكت، ودي منظمه المانيه عظيمه بتساعد رواد الاعمال على مستوى الميدل ايست كلها، وكان برضو بالتعاون مع شركه توي كير فاونديشن، وده الذراع الخيري لشركه توي. دي يعتبر اكبر شركه سياحه في العالم كله. دخلنا البرنامج ده كنا دخلناه معاهم لمده 3 شهور تقريبا. 3 شهور كانت اهميه البرنامج ده، هم بيختاروا افضل شركه ناشئه في قطاع السياحه في مصر، واحنا كنا محظوظين جدا ان احنا اوريدي عرفناهم مع بدايتنا. دخلنا اوريدي واتقابلنا في البروجرام، وكنا شركه من ضمن 6 شركات، ودخلنا خدنا تريننج كتير جدا جدا جدا، والتريننج كمان كان اوريدي على اعلى مستوى، لان احنا اتعلمنا كتير وفهمنا كتير وشوفنا كتير، واللي كان بيدينا تريننج ناس جامدين جدا في مصر، واجانب كتير جدا من المانجيريال ليفل
اللي في شركه توي كانوا بيجوا لنا عشان دخلنا مع بعض اكتر من بوت كامب هنا عشان نتعلم اكتر واكتر عن قطاع السياحه. في الوقت ده انا كنت بشتغل في دبي، سوري في عمان، كنت بشتغل في عمان الصبح وبخلص شغل مثلا الساعه 7 ارجع اشتغل في هاله ترافل على الساعه لغايه 12 بالليل اونلاين مع الشباب وبتابع الدنيا مشت ازاي والكلام ده كله. كنا 3 موظفين في الفتره لسه دي. اسالك كم موظف؟ كنا 3 موظفين في مصر في الوقت ده. وكان الموضوع صعب جدا بالنسبه لي لان انا كنت بشتغل من 6 الصبح لغايه 12 بالليل، فكان الموضوع مميت، ما بكملش نوم 6 ساعات وبعد كده برجع كملت كده شهر التاني التالت. ومع الخسائر الكتير اللي بتحصل حسيت ان انا هبدا توازني هيتخل كده، مش عارف لا ادي هنا ولا عارف ادي هنا ولا عارف اريسك ان انا اسيب الشركه اللي انا كبرت فيها وبكبر فيها وعندي مستقبل رهيب جدا فيها، سواء بالتوسع في عمان والتوسع بعد كده في مصر، وان انا قادر الف معاهم العالم كله في التوسعات، ما انا ناجح بقى معاهم يعني الحمد لله، واحنا كنا مرتاحين ومبسوطين جدا مع بعض فالدنيا كانت كويسه. فان انا اعمل ده كله مع بعض مع المشروع بتاعي كان الموضوع مرهق ومتعب جدا جدا بصراحه. وهنا خدت القرار، وكان القرار الاصعب في حياتي وكان اكبر قرار خدت فيه ريسك، وهي ان انا اسيب عمان تماما وانزل مصر واتفرغ في الوقت اللي المشروع بيخسر فيه. نقدر نقول ان ده اكبر ريسك انت خدته في حياتك؟ طبعا اكبر ريسك. انا شاب 26 سنه تقريبا هناك، بقبض مرتب خيالي محدش بيحلم بيه، ناجح جدا جدا مع الشركه اللي انا فيها، وفي نفس الوقت عايز اريسك بده كله وانزل علشان المشروع اللي انا بحلم ان انا اعمله وان انا ابدا فيه هو بيخسر اصلا. يعني هو ملوش ملامح، يعني ملامحه ان انا قاعد انا بخسر كل الفلوس بتاعتي شهريا، بخسر سواء اوريدي للموظفين، للتاسيس المشروع، اسمه ايه ده، التسويق، الحاجات دي كلها. انت عندك رؤيه اخرى ان انت هتنجح في الحاجة؟ انا ما عندي ثقه ويقين في ربنا بشكل خيالي. انا متاكد ان ربنا هيكرمني. الريسك انت قلت انك هتسيب عمان وتنزل مصر، المشروع انت اصلا عارف انه بيخسر. احكي لي بقى. بصي، ما هي الفكره ما فيها، انت دلوقتي متحير بين حاجتين. اول حاجه ان انت في الشغل اللي انت مبسوط ومرتاح فيه وبتكبر فيه تمام، وفي جزئيه تانية انت عندك حلم ان انت عايز تعمل حاجه كبيره، ولكن الدنيا مش مظبوطه، يعني الدنيا مش شغاله، في مشكله ما. وانا في وقتها انا ما كنتش مدرك. انا دلوقتي بحكي لك على المشاكل بسهوله، لكن انا في وقتها ما كنتش عارف ان دي المشاكل بالظبط وان المشروع مستحيل يكمل بنفس الطريقه دي. فدخلت البرنامج مع امباكت في الوقت ده وانا بتعلم، وانا ستيل لسه بشتغل في عمان، فكنت باخد اجازات كتير جدا. انا فاكر اخر سنه دي خدت شهر اجازه فوق الشهر متقطع. انا كنت ممكن ننزل مصر كل اسبوعين والتكاليف كلها رايحه وتكاليف جايه، تكاليف رايحه وتكاليف جايه، استقرار في فكان الموضوع لا، الشغل كان مستقر ولكن الفكره انا مش مرتاح. انا فاكر كويس جدا جدا كان اليوم اللي انا اوريدي هدخل فيه الفاينل انترفيو عشان اشوف هتقبل في المسابقه ولا لا. اليوم ده كان بالنسبه لي صعب جدا. اليوم ده انا كنت فيه في صلاله، قبلها بيومين كنت فيه في صلاله سواقه لغايه مسقط 12 ساعه. فانا كنت متحرك من صلاله الساعه 5 الفجر واصل مسقط تقريبا الساعه 5 4 العصر. يا دوبك رحت غيرت هدومي وبعد كده طلعت على المطار، ركبت الطياره، نزلت، ما كانش في طيران غير على برج العرب، نزلت على برج العرب، واصل برج العرب الساعه 1 بالليل متواصل. وصلت اوريدي بعد كده البيت الساعه 4 الفجر تقريبا، نمت تقريبا 6 ساعات، صحيت صليت الجمعه، كان يوم جمعه، صليت الجمعه، بعد كده اوريدي اتحركت بالعربيه لغايه القاهره عشان الانترفيو. دخلت الانترفيو وبعد خلصت الانترفيو خدت العربيه تاني لغايه برج العرب، ومن برج العرب وصلت مسقط. ده كله متواصل، كل ده مفيش نوم؟ هو 5 ساعات اللي في النص لما وصلت البيت. بعد كده وصلت مسقط، وصل مسقط الساعه 7 الصبح تمام. انا فاكر اليوم ده انا خدت شاور في المطار، يعني خدت شاور في المطار علشان انا الساعه 7 الصبح العربيه بتاعت الشغل السواق جالي اداني العربيه بدات شغل. فكان الموضوع صعب جدا، ولكن انت عارف تأدي في شغلك بنفس الاداء بتاعك الطبيعي بقدر المستطاع. انا لما خدت القرار الفاينل ان انا هقدم استقالتي حسيت ان الموضوع صعب، يعني اللي هو ايه، لان انا باجي على حساب نفسي، لان انت اوريدي يومك كله انت بتنام كام ساعه والدنيا بايظه مش عارف، وفي نفس الوقت انت مستقر ومبسوط بس انت بتخسر كل الفلوس اللي انت حطيتها اللي انت حوشتها في حياتك،
كلها حطيتها في مشروع، المشروع عمال يخسر بالنسبه لك، فانت مش عارف تعمل ايه. فخدت القرار الاصعب وقلت لا، انا خلاص مرتاح ان انا هبدا انزل مصر وهبدا من الصفر تاني. وعشان المسؤوليه كانت عاليه شويه عليا في عمان، قدمت استقالتي قبل ما عقدي يخلص ب4 شهور. 4 شهور علشان يا دوبك الحق هاند اوفر كل الشغل بتاعي لحد تاني. كان قرار صعب، محدش فيه تماما كان موافقني، ولا حتى الشركاء بتوعي ولا اهلي. يمكن مراتي الوحيده اللي كانت مرتاحه معايا، قالت لي يلا ما اللي يحصل يحصل، مفيش زي ما مشكله. بيقولوا وراء كل رجل ناجح امرأة. هي كانت سبورت معايا، ودي كانت نقطه مهمه جدا يعني بصراحه، لان لو مش سبورت معايا يبقى الدنيا كلها جايه عليا، فمفيش حد معايا. فلا الناس، وهو الموضوع لوجيك، لا يعني لوجيك لا، ما تسيبش الكلام ده كله وتنزل يعني. ولكن خدت قرار، وكان الموضوع صعب وخلاص. وطبعا اوريدي كان الموضوع صعب اكتر على اوريدي صاحب الشركه، لان انا مسؤول ومعايا كل حاجه في عمان يعني. ولكن ال4 شهور دول انا عملت اقصى حاجه اقدر اعملها علشان انا اسلم كل حاجه. وفعلا في خلال ال4 شهور سلمت كل حاجه لناس تانية خالص، علشان اتاكد ان هم يستلموا الفرع باحسن وافضل طريقه ممكنه، عشان احنا كنا ناجحين جدا هناك. بالتوازي بقى مع ده، كنا احنا اوريدي خلصنا ال3 شهور بتوع المسابقه، وربنا كرمنا ان احنا كسبنا المركز الاول. ودي كان بالنسبه لي اول انجاز انا حققه في هالات رافل. بنخسر ولكن في نور اهو، في نور، في حاجه بتقول لك بادره امل ان هو ايه، لا انت تمام، كمل. كسبنا المركز الاول، ودي كانت بالنسبه لنا حاجه كبيره قوي. وكانت من ضمن الجوائز ان احنا اوريدي هنكون موجودين في اسبانيا بعدها بشهرين تقريبا في المسابقه الخاصه باختيار افضل شركات ناشئه في مجال السياحه على مستوى العالم كله. دي كانت اوريدي مسابقه بينظمها UNWTO اللي هي منظمه السياحه العالميه. وخلاص سلمت كل حاجه بالنسبه لي. كنا في شهر 1/1/2020 21/20 التاريخ ده مهم. سلمت كل حاجه في عمان، ونزلت مصر كان يوم 11 يناير انا متذكر. وسافرت بعدها على طول اسبانيا تقريبا من 20 يناير حاجه شبه كده يعني. ورحت اوريدي هناك في المسابقه، واستلمت خطاب شكر من الامين العام لمنظمه السياحه العالميه. عملت بيتش لطيفه جدا، والناس كانوا مبسوطين جدا من الفكره، بغض النظر بقى عن طريقه تطبيقها بالظبط يبقى عامل ازاي. شركه مصريه رجعت وكنت انا المصري، مش المصري، العربي الوحيد اللي في المسابقه، وانا كنت فخور، كنت مبسوط قوي من الموضوع ده يعني. فبراير بقى انا رجعت الشركه عشان افهم ايه المشكله، احنا بنخسر ليه، وايه الازمه بتاعتنا، ويا جماعه انا دلوقتي موجود معاكم ويلا نشوف المشكله فين ونحلها. شهر 1 بالظبط وجت الكورونا، والدنيا قفلت في العالم كله. قفلت العالم كله بمعنى كلمه قفلت العالم كله. عايزه افهم حته كورونا دي، لان بيزنس كبير وناس كتير خسرت وناس بفلوس ضخمه خسرت وقعت. انتوا ازاي عديتوا من فتره؟ لا احنا بصي، احنا كان حجمنا صغير قوي. لا احنا كان حجمنا صغير قوي، وكانت تكاليفنا صغيره جدا وكانت بسيطه. واحنا كمان كنا حاطين كل تكاليفنا زي ما قلت لك، كل التكاليف والمصاريف اللي انا محتاجها سنه قدام كانت معايا. فانا ما كانش عندي شورتج في الفلوس لغايه قبل ما ابدا الكورونا على طول. فكان الدنيا كانت بالنسبه لي تمام، لان لو تفتكري انا قايل لك ان احنا بادئين تقريبا في شهر 5. انا حاطط الفلوس اللي معايا اللي انا اوريدي هصرفها كلها لغايه 5 السنه اللي بعدها. احنا وصلنا لشهر 3 تقريبا، فلسه معايا سيوله تمشيني كمان شهرين وشويه. ماذا بعد الشهرين مش عارف، انا معيش فلوس، ما فيش حاجه خالص. ولكن يعني شوف نعمل ايه يعني. ولكن بقى لما جت الكورونا انا بفضل ربنا ما فقدتش ايماني لحظه. انا على ثقه وعلى يقين تام ان ربنا هيكرمني وربنا هيرزقني، ايا كان انا كنت في دوله ايه، ايا كان انا كنت فين، ايا كان انا كنت بعمل ايه. طول ما انا بتقي ربنا في شغلي، وطول ما انا بعمل اقصى حاجه اقدر اعملها، ربنا هيكرمني. الرزق ده هيجي منين بقى مش مهم، بس هيكرمني. فتره كورونا دي بقى على الجهه الثانيه كانت بالنسبه لي احسن حاجه حصلت في البيزنس كله، على عكس كل الناس. كانت احسن حاجه حصلت، لان احنا قعدنا شهرين او 3 شهور كاملين ما بنعملش اي حاجه غير ان احنا بنفكر. بس بنفكر ايه المشكله وايه المشاكل اللي قابلتنا وازاي نقدر نحلها، وازاي لما الازمه بتاعت الكورونا دي تخلص
احنا نكون واقفين على رجلينا ونبدا تاني. جالي يقين تام في الفتره دي ان الموديل بالطريقه دي وبالشكل ده وهو معتمد على شركات السياحه هو موديل فاشل، ولو كملت فيه هفشل اكتر. وخدنا قرار هو الاصعب، ان احنا هنهد كل حاجه احنا بنيناها كموبايل اب كويب سايت والكلام ده كله، هنهد كل الكلام ده وهنبدا من اول وجديد. بس هنبدا من اول وجديد بطريقه مختلفه، بمعنى ان احنا هنبدا ان احنا هنكون اوريدي وسيط بين العميل وبين الفندق بشكل مباشر، دايركت مني للفندق. ده انتقال بقى، انت كده دخلت في مرحله تعمل ديل مع فنادق. طبعا اتغيرنا، مش مع شركات سياحه. فغيرنا الجيم كله وقلنا ان احنا اول لما الدنيا تعدي احنا هنكون موجودين في السوق ولازم نكون اول ناس. وبالفعل 25/5 طلع قرار تقريبا ان الفنادق تبدا تفتح تاني في مصر بتدريجي، بنسبه تدريجيه، بنسبه اشغال لا تتجاوز 25%، ده انا متذكره يعني. واحنا كنا من اوائل الناس اللي في مصر اللي بدات في الفتره دي، وقلنا يلا هنشتغل، وقلنا هنحجز للناس الفندق وهنحجز للناس كمان الترانسبورتيشن، قلنا هنحجز لهم الاثنين دول مع بعض. وساعتها ما كانش عندي لسه اوريدي كونكشن مع سبلايرز، فكنا بنبيع لهم فنادق وانتقالات بس. وبدانا في كده ولقينا هجوم مش طبيعي علينا كمبيعات، لقينا الناس بدات تطلب الموضوع بشكل كويس، لكن قابلنا مشكله ان احنا فلوسنا تقريبا خلاص بتخلص، معيش فلوس اصرف، مش عارف اعمل ايه. عشان ربنا كريم جات لنا مسابقه منحه في الفتره دي كده، كان اوريدي شركه توي كير فاونديشن كانت عامله اوريدي زي منحه بسيطه. المنحه دي كانت في وقتها قيمتها تقريبا 5000 يورو، كانوا عاملين تقريبا 90,000 جنيه. المنحه دي وشركات كتير قدموا عليها على مستوى العالم، واحنا الوحيدين اللي في مصر اللي قدمنا عليها واتقبلنا. جات لنا المنحه دي وجات لنا على طول الفلوس اوتوماتيك اتحولت لنا. دي كانت منحه موجهه لدعم الشركات المتضرره من الكوفيد، وهي كلها في قطاع السياحه. الفلوس دي عايز اقول لك ان هي كانت بعد كده بالنسبه لي هي الاساس اللي احنا بدانا على اساسه كل حاجه بعد كده. هو ده النفس اللي انتوا خدتوه بقى. بقى في فلوس، بقى في فلوس ان انا اعرف اشتغل وابدا اجيب اوبريشن وابدا اعين ناس وابدا اصرف ماركتنج واكمل ديفلوبمنت من الصفر تاني للموبايل اب بتاعنا. فدي كانت البدايه، وبدانا واحده لقينا اوريدي الموديل بينجح. لقينا الفتره دي كان في توجه رهيب ان مفيش افراح، قاعات الافراح كلها مقفوله، ولكن الناس كلها عايزه ايه؟ تسافر. اذا بقى مش الترند الطبيعي ان مفيش فرح وفي شهر عسل، جوز وسافر، والطبيعي ان مفيش شهر عسل بره مصر. ليه؟ عشان الطيران مقفول. فانت غصب عنك هتعمل ايه؟ هتسافر جوه مصر. والناس كان عندها حاله كبت رهيبه، ناس زهقت من القعده في البيت فعايزين يسافروا. فاحنا استغلينا قلنا بس هو ده اللي احنا هنعمله، هنبدا نركز. انا فاكر كويس الفتره دي احنا كنا بنشتغل على 3 فنادق بس، هم دول اللي احنا كنا بنشتغل عليهم فقط لا غير، ودول كانوا الاساس ودول كانوا البدايه. ومن هنا بدانا نتحرك وبدانا نكبر، واحده والثانيه والثالثه. الديلز اللي انتوا خدتوها مع ال3 فنادق دول اللي انا عايزه اعرف، لما رحتوا قعدتوا قدام الفندق وانتوا لسه في الاول، ازاي اقنعتوهم وكان رد خالص؟ الموضوع كان ابسط مما تتخيلي. الفنادق كانت لسه بادئه، كل شركات السياحه اللي في مصر تقريبا كانت نايمه، ما حدش فيهم كان شغال. ليه؟ لسه بيقولوا الصبح الفنادق هتبدا تفتح، احنا قلنا يلا احنا اول ناس. فالفنادق كانت هي اللي بتدور على شركات عشان يشتغلوا معاها. ما قابلتوش صعوبه خالص؟ فندق قال حاجه ولا قال لك الناس ما بتصدق اللي عنده عميل في الفتره دي كان بالنسبه له كنز. فانا كنت محظوظ ان انا بدات في البدايه. فقلنا يلا يا جماعه يلا هنبدا. وبدانا بقوا 3 فنادق، بعدين نزيد والاوبريشن بتاعنا بدا يزيد من 3 موظفين. احنا كنا بصي 3، بعد كده زدنا شويه. قبل الكوفيد كنا 5 6 على ما اتذكر، وبعد كده بعد الكوفيد رجعنا تاني بقينا 4 تقريبا. انا بقيت بقى موجود معاهم فول تايم. وبدانا من هنا بقى نزود ناس، وبدانا نهاير ناس اكتر، وبدانا نكبر ونوسع الشغل بتاعنا، وبدأنا نسافر علشان نبدأ نتعاقد أكتر وأكتر وأكتر مع سبلايرز على مستوى مصر كلهم، علشان العميل يشتري مني كل حاجة، الفندق بلس ترانسبورتيشن بلس كل الأنشطة اللي هو ممكن يحلم بيها ويتخيلها على مستوى مصر كلها. راحة في هو ده الأساس. أنا بطلع في الأساس هالة ترافل وعايز
اسهل على ده على ناس. انا عارف ان ده منتج مهم الناس في مصر بيستخدموه وبيسافروا بيه، ومفيش اي واي اونلاين موجوده، ليه ما بقاش انا موجود فيه؟ ليه المصريين يحجزوا فنادق عن طريق ابلكيشنز اجنبيه او مواقع عالميه وما يحجزوهاش عن طريق شركات مصريه؟ كان بالنسبه لي ليه يعني، هو ده السؤال. فكان بالنسبه لي ان دايما مفيش اجابه. الاجابه ان هو لا، هو ده اللي موجود. لا، مش هو ده اللي موجود. احنا نقدر نطلع ببرودكت مختلف، البرودكت ده مناسب للعميل المصري، العميل المصري هيشتريه والدنيا تبقى تمام. الكلام ده كان امتى؟ كنا في مايو جون 2020. احنا دلوقتي في 2024، يعني عدى على هالة ترافل تقريبا 4 سنين ونص بعد الكوفيد. فلاش باك، ايه اللي حصل في ال4 سنين ونص دول؟ اكلمك على اخر سنه بس. احنا بفضل ربنا وتوفيقه اولا واخيرا، احنا كنا من سنه للتانيه كنا بنزيد كمعدل نمو متوسط من 200 ل 300% كل سنه، وبقالنا اكتر من 4 سنين ربنا كرمنا ومحافظين على المعدل ده من سنه للتانيه انت المؤسس الوحيد للشركه صح؟ لا، احنا قلت لك احنا اوريدي 5 كو فاوندرز، وكل واحد ليه شخصيه. كل ما هي دي كانت من الاساسيات، ان انا بحب اختار الناس على اساس ايه. كل واحد لازم يكون مختلف عن التاني، وكل واحد هيأدي وهيقدم في شغل ولا لا في الاساس. فالحمد لله كان ربنا كريم وموفقنا في حاجه شبه كده، وتقريبا كلنا اوريدي حاليا فول تايم في الشغل، وكلنا بنشتغل وكلنا بنأدي بقلب جامد في اللي احنا بنعمله. ازاي ما تصطدموش؟ اكيد كل واحد يكون بيبقى ليه رأي. مين قال مفيش اصطدام؟ تصطدموا ده الطبيعي، ده العادي. ما هو بصي، ما انتوا لازم تكونوا مختلفين، عشان انتوا لو مش مختلفين الموضوع هيبقى ممل جدا. انت لازم تدور على شركاء، الشركاء دول بيفهموا في حاجات مش شرط انت بتفهم فيه ومختلفين عنك، والشركاء دول انتوا كشركاء اسمها شركاء، انتوا كشركه بتكملوا بعض. فلازم كل واحد فيكم يكون بشخصيه مختلفه، بس في الاخر انتوا كلكم قادرين تقدموا حاجه كويسه مع بعض. فان انتوا تبقوا الناس دايما بحس ان هي بتختار شركاء شبه بعض، ده قمه الملل بصراحه بالنسبه لي يعني. انتوا لو ما فيش اختلاف، لو ما فيش اصطدام مع بعض، مش هتقدروا تطلعوا. ولكن اصطدام علشان كلنا عايزين مصلحه الشغل ومصلحه الشركه في الاساس. فانا عندي وجهه نظر وانت عندك وجهه نظر، هو عنده وجهه نظر، كلنا بنختلف ولكن كلنا بنختلف عشان نطلع بافضل واحسن حاجه في الاخر لمصلحه الشركه. لكن الطبيعي في صداق طبعا، ده عادي يعني. انتوا عندكم في هالة ترافل مسمين الموظفين عندكم او عندكم في الشركه بتقول عليكم انتوا اسره هالة ترافل. دي انتوا العيله، دي ثقافه يعني دي ثقافه انا بحب اعملها دايما، ان احنا اوريدي هنقول ايه، انا بحب ابني عيله. احنا دايما بكون شايف ان الناس كلها في الشغل، الناس كلها بتقضي مع بعض وقت اكتر من اللي بتقضيه مع اهلها. فلو تخيل انت شغاله مع ناس، الناس دي لا انت بتطيقيها هما بيطيقوك اصلا، يعني هتعيشوا مع بعض ازاي؟ لا. فاحنا بنحاول دايما ندور على تركيبه شبه بعض، شباب شبه بعض، اعمار سنيه قريبه من بعض، ده كله مهم، ثقافات قريبه من بعض، لان لو في اختلافات وفي جاب كبيره في ده هيعمل مشكله. ولكن البدايه بقى هنا، يعني زي ما قلت لك هعمل لك فلاش باك ايه اللي حصل في اخر سنه. بس المبيعات تدرجت من ماينس كتير قوي، يعني احنا بادئين في 2019 كنا ماينس كتير قوي كمبيعات، ما كناش بنعمل حاجه خالص، كنا بنخسر بس، لغايه في اخر سنه بس احنا ربنا كرمنا وان احنا بقى عندنا اكتر من 300 سبلاير و300 فندق اوريدي متعاقدين معاهم على مستوى مصر كلها. قدرنا نحقق مبيعات تجاوزت ال 250 مليون جنيه ده في سنه واحده بس، بنسب متضاعفه من سنه للتانيه. متارجتين ان السنه الجايه نقدر نحقق مبيعات تجاوز ال 500 مليون، وهنقدر، وده كله بالنسبه لنا طبقا لحجم السوق في مصر ولا حاجه، نقدر نعمل اكتر من كده بكتير. في نفس الوقت ربنا كرمنا ومحققين نسبه عملاء تجاوزت ال 50,000 عميل في اخر سنه بس. برضو قيسي على كده بقى حاجات كتير قوي. احنا دلوقتي في الشركه تقريبا بقى عندنا اكتر من 70 موظف، تمام، في ظرف اقل من 4 سنين او 4 سنين وشويه تقريبا. ده كله واحنا لسه ما عملناش حاجه، ولسه ماشيين على خط ان انتوا عيله طبعا، مع زياده عددكم، برضو انتوا عيله بقدر المستطاع. قادر تحافظ على ده؟
بقدر المستطاع. انت اي نوع من المديرين؟ يعني ايه؟ يعني هم المديرين انواع. اوكي. في مدير الناس بتخاف منه، حلو. في مدير الناس بتحبه، حلو. في مدير الناس تقول لك لا انا اهابه بس في نفس الوقت انا فاهمه جدا وبحبه. والله مش عارف، بس عارف تحقق أنهي؟ انا شخص هايبر اكتف. يعني انا شخص لازم اكون قبل الناس وابدا اشتغل اكتر من الناس وقبل اي حد. وفي الاداره بشكل عام انا دايما بحب ان الناس تبقى حباني، ولكن انا ما ببيعش ايس كريم يعني، فمش الناس دايما هتبقى حباني. فطبيعي ان انا اوريدي باخد القرارات الافضل والانسب والاحسن لمصلحه الشغل. مش كل الناس كده، ومش كل الثقافات كده، ومش كل العقليات كده. فانا طبيعي ان انا بدير كل شخص عندي سيستم وعندي رولز، والرولز دي لازم بالنسبه لي تكون رولز اسمها رولز، يعني هي قواعد واضحه وصريحه. احنا في مصر ما بنحبش نلتزم شويه بالرولز، بنحب نطلع بره الرولز شويه. فانا بالنسبه لي لا، الرولز على رقبتي زي ما بيقولوا يعني. فبنحب نحط قواعد، وبنحب يا جماعه احنا بنحب دايما نعمل روح وبنعمل اكتيفيتيز ونعمل حاجات كتير حلوه قوي مع بعض. بس كل واحد، احنا كشركه عشان نقدر ننجح لازم كل واحد فينا يعمل اقصى حاجه عنده علشان تخلي الشركه دي لقدام. فانت لو قصرت في شغلك الشركه كلها بتكون اوريدي مقصره، بالذات في السياحه. تخيلي اوريدي انت مثلا كموظف خدمه عملاء قصرت في حاجه ما في متابعتك مع العميل اوريدي مش هياخد السيرفيس اللي هو متوقعها منك. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هيشتم في الشركه اكيد، وهيكون مؤثر مع كل الناس. فلما كل واحد يعمل شغله باحسن وافضل طريقه ممكنه كلنا نقدر ننجح مع بعض. ففكره الاداره بشكل عام الناس حباني ولا لا؟ اتمنى ان شاء الله ما يكونوا حابيني يعني. فبس بشكل عام انا عايز الناس كلها تشتغل، وعايز الناس كلها تأدي علشان نوصل لافضل حاجه مع بعض. انا من خلال كلامي معاك انت شخص طموح جدا، مفيش سقف لطموحك. طموحك توصل فين بهالة ترافل؟ حد فين؟ حلو. بص يا ستي، باختصار احنا موجودين في هالة ترافل بطموحي ان انا عايز اوصل فين. عايز اوصل السما. انا عايز اوصل ان انا اكون الموبايل اب رقم 1، مش بس على مستوى مصر، بس على مستوى الميدل ايست كلها. ان كل الناس اللي عايزه تسافر يبقى الاختيار بالنسبه لي مش اقل رقم 1 رقم 2 ان هم يفتحوا الموبايل اب بتاعنا ويحجزوا الرحله بتاعتهم. حلو. واكتر حاجه زي ما قلت لك احنا متخصصين فيها هي مش مجرد بس حجز الفنادق. الاكسبيرينس بشكل عام بالنسبه لي مهمه جدا. انا بهتم بالاكسبيرينس بشكل مش طبيعي. ان العميل مسافر مش عايز يشغل دماغه باي حاجه، هو عايز يحجز فندق ويلاقي الانتقالات اوريدي متسهله له، ايا كان بقى الانتقالات تبقى شكلها عامل ازاي، اتوبيس، قطر، طيران، وات ايفر. وفي نفس الوقت هو هيوصل هيلاقي عربيه برايفت مستنياه تاخده لغايه الفندق بتاعه، وعارف ان هو البروجرام بتاعه في الفندق ده هيقدر يطلع منه رحله التانية التالتة. والاهم ان كل حاجه في رحلته موجوده ومتفصله على مقاسه زي ما بنسميها يعني، اللي هي بتبقى كل رحله تبقى كاستمايزد قوي على اساس العميل ده. ده مهم جدا بالنسبه لي، ان العميل يقدر يحجز كل البرودكتس في قطاع السياحه من خلال الابلكيشن. انا عايز احجز فندق هتلاقيه، عايز احجز ترانسبورتيشن اوكي، عايز احجز اكتيفيتي تمام، عايز كاستمايز باكج معينه اوكي، عايز احجز ده كله واشوف باكجات جاهزه تمام. ايا كان اللي انت بتدور عليه ايه في رحلتك هتلاقيه من خلال الابلكيشن بتاعك. واقدر اطلع بالاكسبيرينس دي من مصر لكل الدول على مستوى الميدل ايست. كل دوله ليها الفكر بتاعها وليها الدماغ بتاعتها وليها الطريقه اللي اللوكل او اهل البلد بيسافروا بيها. ايا كان بقى الطريقه دي ايه، انا هركز معاك انت. انا مش عايز الناس تكون مستسلمه ان عشان في برودكت معين من شركه عالميه وهو ده رقم 1 في العالم يبقى هو ده وبس. هو ده وبس جميل، هو ده وبس اوكي موجود، ولكن دايما في فرص. دور على الفرص. انا دايما بكون شايف كده في فرص، ان في اوريدي جاب معينه، ان الشركه العملاقه الرهيبه عمرها ما هتحط برودكت كاستمايزد قوي على فكر العميل المصري او على فكر العميل السعودي ايا كان بقى على سبيل المثال يعني. فلا اننا نقدر نعمل حاجه شبه كده. السوق كبير جدا. احنا عندنا في مصر كام نسميها كام لوكال ترافلرز بيسافروا كل سنه؟ مش اقل من 30 مليون واحد. ده جوه مصر. طيب مين بيركز معاهم ومين بيهتم بيهم ومين بيهتم باحتياجاتهم وبيقدر يديفلوب البرامج دي جوه مصر؟ القطاع بتاعنا ضخم جدا.
والبلد بتاعتنا جميله، والبلد مليانه اماكن حلوه جدا جدا جدا، والاغلبيه بتوع المصريين ما بيسافروش للاسف. يعني طبيعتنا احنا كمصريين ما بنسافرش كتير زي الناس في دول بره. يمكن الحاله الاقتصاديه جزء من الموضوع ده ولكن مش دي وبس. في ناس كتير جدا مقتدره وتقدر تسافر مره واتنين في السنه بس ما بيسافروش. انا عايز اوصل للناس ان الناس تقدر من الابليكيشن هيسهل عليها حجوزاتها، هيسهل عليها ان هي تعرف ايه الاماكن الجديده، ايه الاماكن اللي هي ما شافتهاش قبل كده، ايه الاماكن المناسبه لشخصيتها. ودي حته الكاستمايزيشن، ان انا بعمل لك اوريدي باكج مناسبه ليك انت ومناسبه لشخصيتك، مش مجرد رحله معينه وببيعها لكل الناس. دي خطيره بالنسبه لي على فكره، لان الاساس بتاعنا هو كاستمايزيشن. العميل لما بيكلمنا في هلا ترافل يقول لي انا عايز اسافر، اقول له تمام. عايز تسافر فين؟ محدد؟ لا مش محدد. تمام. نوع السفريه ايه؟ ميزانيتك كام؟ بتفكر في ايه؟ بتحب ايه؟ ما بتحبش ايه؟ اسئله كتير جدا، عشان على اساس كل اللي هو بيقوله لي ده انا اقدر في الاخر اطلع له الباكج المناسبه ليه. فاهمه؟ فهي حته الكاستمايزيشن دي خطيره يعني. ودي اكتر حاجه بفضل ربنا احنا متميزين فيها وبنركز عليها ومهمه جدا بالنسبه لنا. هندخل اكتر في مطبخ الشركه زي ما بيقولوا وقلب الشركه، وهنزعل اقسام تانية مننا في الفقرات الجايه ان شاء الله. اوكي، يعني ده الخلاصه. لما اوصل لده ان مش بس بقى المصريين، ان حتى الاجانب يقدروا يكتشفوا اماكن اكتر واكتر في مصر، وكل ده يكون متسهل لهم عن طريق موبايل ابلكيشن مصري بيساعدهم ان هم يحجزوا كل حاجه بالطريقه دي وبالشكل ده بالشكل المناسب ليهم. احنا كده نكون نجحنا. يعني احنا في بدايه الطريق، احنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم يلا هنعمل حاجه. لسه اللي جاي كتير، فربنا ييسر وان شاء الله نقدر نحقق اللي احنا عايزينه. من وجهة نظرك يا أمير، ناس كتير ممكن تختار شركة هلا ترافل بالرغم من إنها شركة أونلاين، مفيش ضمانات، الموضوع مخيف. أنا بتكلم في التليفون بيجيلي الديل، أو بحجز عن طريق أبليكيشن بيجيلي الديل بتاعي وبدفع. إيه اللي يخليها تثق فيك؟ بص يا ستي، الموضوع في البداية قبل الكورونا بالذات كان صعب قوي. دي كلمة حق. ليه؟ لأن الناس بتعد صوابعها يعني بصراحة، اللي هو إيه قبل ما تدفع أي فلوس. فالفكرة وما فيها إن أنا دلوقتي لما أجي أسافر وشركة ما فيش مقر، زمان ما كانش عندنا أي حاجة تخلي العميل يثق فينا أصلا. ولكن بالرغم من كده كنا بنحاول بقدر المستطاع إن إحنا نقول للعميل تمام هتحجز وواثق فينا. في آلاف العملاء طبعا طاروا مننا بسبب عدم الثقة دي، بس ده كان في بداية. فترة الكورونا على فكرة أثرت ولعبت دور كبير جدا وإيجابي، إن الناس كلها تتحول، إن كل حاجة تقدر تعملها أونلاين وتدفع أونلاين. فده كان من حاجة من ضمن التأثيرات الإيجابية للكورونا. مع مرور الوقت مرة ورا التانية، سنة ورا التانية، وبقى خلاص بفضل ربنا بقى في اسم للشركة، بقى في كريدابيليتي كبيرة للشركة، الناس بقت عارفة الشركة. احنا بنشير الاكتيفيتيز دايما بتاعت الشركة، بنشير نجاحاتنا في الشركة دايما باستمرار. والأهم إن احنا دايما بقى عندنا قاعدة ريفيوهات من العملاء كبيرة جدا جدا. احنا عندنا على الفيسبوك بس تقريبا قرب 2000 ريفيو بفضل ربنا. تقريبا 99.9% من الريفيوهات دي كلها 5 out of 5 ناس بيشكروا في الشركة. فانت دلوقتي كعميل عايز تشوف اوريدي الشركة دي اوريدي تصدقها ولا لا، ادخل شوف الريفيوهات. ما تسألش اي حد، اسأل الناس اللي سافرت مع الشركة قبل كده. فدي دلوقتي ما بقتش نقابل فيها بصراحه مشكله خالص. ليه؟ اغلبيه الناس، الاغلبيه بقوا عارفين احنا مين، بيشوفوا الريفيوهات بتاعتنا على الفيسبوك، بيشوفوا الريفيوهات بتاعتنا على جوجل بلاي، الابل ستور، ريفيوهات كتير جدا بفضل ربنا يعني. فبقى الموضوع بقى بالنسبه للناس سهل خلاص، بقوا بيثقوا فينا. في ناس بقى لسه مش بتثق بس انا بقول لهم اطمنوا يعني ان شاء الله الدنيا تمام. انتوا احسن كتير عن الاول دلوقتي. انت حاسس بتقدم كام في المية يعني؟ انت بصي كارقام زي ما قلت لك، احنا البروجرس بتاعنا من سنه للتانيه من 200 ل 300% على الاقل كل سنه. فاحنا ماشيين بخطوات ثابته وخطوات قويه ومهمه جدا جدا جدا. فلا احنا ماشيين بشكل كويس جدا، لسه احسن ولسه بكتير يعني، لسه جاي ان شاء الله. جايين بقى للسؤال اللي ممكن يزعل اقسام عن اقسام. تقوليش مش هجاوب، بس انت لازم تجاوب. بجاوب اي حاجه. تمام. ايه اكتر واقرب قسم على قلبك في الشركه، اللي بيقولوا عليه كده ايه ده قلب الشركه، هو ده انا من غيره ما اقدرش؟ مفيش حاجه اسمها كده. انا مقتنع اقتناع تام بده. البيزنس بالنسبه لي هو حلقه متصله، يعني هو حلقه متصله، كل قسم وكل جزء فيه مبني على اللي بعده.
ما ينفعش انا كحسابات يبقى عندي تقصير، هبوظ هضيع. وما ينفعش برضو يكون عندي تقصير كخدمه العملاء مش هيسيبوني. ولا ينفع يبقى عندي مثلا مستغني عن الجزء بتاع التك، الابلكيشن يشتغل ازاي، وهكذا الماركتنج وهكذا السيلز وهكذا كل الاقسام. فالقصه ما فيها ان الشركه كلها مع بعض واحده، ما ينفعش اي قسم فيها يكون فيه تقصير او فيه قصور في اي بشكل او باخر، ما ينفعش. فانا بحب الشركه كلها، هو طبيعي هي القصه وما فيها، مفيش حاجه اسمها قسم على قسم تاني. بالنسبه لي مفيش حاجه اسمها نقدر نقول زي جسم البني ادم كده، كل الاعضاء بتكمل بعض صح. وكله ماشي بالظبط. لا مفيش حاجه اسمها كده، يبقى في خلل. كله كبزنس هو واحده وكله مهم طبعا. تمام. انا عايزه اسالك سؤال تاني، بيئه العمل الصحيه بالنسبه لك جوه الشركه بتبقى عامله ازاي؟ يعني انت لو في حاجه تانية فيها خلل غيرها لا تقول لي لا كده في خلل في الشركه، انا كده لازم اعدل حاجه. بصي، انا زي ما قلت لك من شويه ان حاجه مهمه جدا جدا بالنسبه لي، وهي ان انا بختار بعنايه مين بيجوين معايا في هالة ترافل. لازم الناس كلها تكون قرب بعض في الثقافه، في الخبره، في السن. لازم يكون في عارفه بنسميها اوريدي زي في كيمياء كده بين الناس. ده كله مهم جدا يكون موجود. ده رقم 1. رقم 2، دوري انا كشركه بعد ما جبت الناس اللي هم الى حد ما شخصيات قريبه من بعض شويه، ان انا اوفر لهم بيئه العمل الصحيه. بيئه العمل الصحيه دي بالنسبه لي بتبقى ليها جوانب كتير قوي. انا بحب دايما الناس تكون مبسوطه، بحب الناس دايما تكون سعيده وهي بتشتغل. ده جزء مهم جدا بالنسبه لي. لو حد بيجي الشغل كل يوم وانا حاسس ومتاكد ان هو متقدر ومتضايق وجاي الشغل غصب عنه، اقول له شكرا مع الف سلامه، مش هنكمل مع بعض. ليه يا عم؟ احنا بنشوف بعض كل يوم، انت بتقابلني وانت مكشر وانت مش طايقني، ليه نشتغل حتى لو انت مأدي على فكره؟ بس مفيش حب ومفيش اوريدي. يعني عارفه لما بيكون في ايه الطاقه السلبيه اللي بتطلع من شخص معديه. فما ينفعش انت تبقى انت جاي متضايق ومتقدر وجاي غصب عنك وابتسم لك واقول لك اهلا بيك في الشركه. يا عم انت مش طايقني اساسا، انت جاي تشتغل كام ساعه وتماشي. ده مش صح. وفي نفس الوقت انا بحب دايما اعمل اكتيفيتيز، وبحب دايما احمس الناس واحفز الناس. احنا عندنا كل شهر ميتنج. الميتنج الشهري ده بنجمع فيه الشركه كلها، بنكافئ الناس كلها اللي كانوا عاملين اداء استثنائي كل شهر. افضل موظف، توب 4، افضل 4 موظفين اداء، مين التوب سيلر، ده بشكل شهري لازم يتم. والناس بتتكرم، وبنشير اوريدي الفيديوهات والسوشيال ميديا. بعد رحله الكاستمايزيشن، وانت قلت لي ان انتوا بتعملوا رحله طويله كده مع العميل وبتنفذوا له كل احلامه. طيب بيخلص دور الشركه عندك امتى؟ طب العميل يوصل البيت في الاخر. ايه ده معقوله؟ انتوا بتتابعوا العميل من اول ما بتحجزوا له لحد ما بيروح ازاي؟ طبيعي. لا مش ازاي، عادي. بص، هي الفكره وما فيها في زي ما قلت لك ان انت لازم كبزنس لازم تكون عامل اد فاليو للعميل، في قيمه مضافه للعميل. من ضمن المشاكل برضو اللي احنا اكتشفناها في السوق بشكل عام ان خدمه العملاء عندنا في مصر بعافيه شويه. يعني مش الكل بيقدم خدمه عملاء باعلى وافضل مستوى بشكل عام. فكانت القصه بالنسبه لي ان انا لازم اهتم بقسم خدمه عملاء يهتم بالعميل، لان زي ما قلت لك احنا اونلاين في الاساس. فلازم يهتم بالعميل من قبل او من اول ما يفكر ان هو اصلا عايز يسافر لغايه لما يرجع. من خلال الرحله دي او في خلال الرحله دي كلها، وانس ان هو اوريدي اشترى او اختار باكج معينه من تيم خاص بالسيلز او من خلال الموبايل ابلكيشن، بعد كده اوريدي هو بيتنقل للسيلز او كاستمر سيرفيس ايجنت. مهمته ان هو يتابع معاه اثناء رحلته، يتاكد ان هو اوريدي مسافر في تواريخ ايه، يحجز له انتقالاته، يتابع معاه كل حاجه، ويتاكد ان البرنامج اللي هو مختاره بيتنفذ بافضل واعلى كواليتي ممكنه. حلو. لغايه لما يخلص ويتاكد ان الرحله تمام معاه ويروح، خلاص احنا كده شكرا بس. فده مهم جدا. تمام. انتوا بداتوا كل شركه بيبقى ليها مقر، انتوا كان ليكم مقر في الاول ولا الدنيا كانت ماشيه ازاي؟ كان اونلاين طيب بس ولا؟ البدايه خالص، بدايه هالة ترافل احنا كنا واخدين مكتب جوه كووركينج سبيس في المنصوره. دي كانت البدايه، مكتب كده بنجمع عليه 3. ربنا كرمنا شويه وبعد كده خدنا اوضه جوه كووركينج سبيس في المنصوره برضو. بعد كده جت الكورونا فقعدنا في بيتنا 3 شهور قاعدين نشتغل من البيت. بعد كده لما الدنيا بدات تشتغل معانا شويه خدنا اوضه بس في المحله، احنا من المحله اصلا. خدنا اوضه في المحله معقوله شويه. بعد كده خدنا شقه اوضتين كده ظريفه قعدنا فيها برضو 2 او حاجه. وبعد كده بقى اتنقلنا المقر الكبير اللي احنا موجودين فيه دلوقتي وبنتوسع. النقطه هنا اللي انا عايز اقولها برضو ومهم ان انا اعمل عليها هايلايت، ان احنا يا جماعه من المحله
واحنا بدأنا من المحله، واحنا ستيل مكملين من المحله دلوقتي وبنتوسع. الفكره ان انا دايما بشوف شركات او بشوف ستارت ابس بدأ من البدايه لازم ان هو يروح للقاهره. انا من وجهه نظري لا، انا اصلا ساي من المحله، انا من طنطا، انا من بورسعيد، ايا كان انت منين، البروجكت بتاعك بالكامل قايم على ان هو اونلاين. ليه بقى تروح تشحطط نفسك ولازم تروح اوريدي تكون شغال من القاهره؟ فكره ان انت تبدا من الاقاليم دي فكره انا من وجهه نظري من الحاجات اللي ساعدتنا ان احنا نكمل في البيزنس، لان التكاليف بالكامل اقل من هنا بكتير، سواء الايجارات حتى الرواتب كل حاجه اقل. فاحنا اوريدي الكوست بتاعتنا اقل مقارنه بالقاهره، لكن القاهره كل حاجه مضروبه في 3 مضروبه في 4. فليه ابدا من القاهره من دي 1؟ لو مفيش احتياج اساسي للبيزنس انك تبدا من القاهره ما تبداش من القاهره. لو انت تقدر تبدا من محافظتك ابدا من محافظتك. عشان كده في ناس كتير جدا كل ما يشوفونا ما يبقوش متخيلين ان احنا في اقاليم، ان احنا من المحله. انا مش عارف ليه يعني، بس الناس عندها ممكن علشان فكره ان انت تبدا من الاقاليم بالكرياتيفيتي اللي انت فيها وباللي انت بتعمله في شركتك مش موجوده. يعني كل دول ايوه بقى السؤال بقى مش موجوده ليه؟ يعني هي دي ليه؟ ما احنا كلنا مصريين يا جماعه مع بعض وكلنا قاعدين في الدوله مع بعض والدنيا لطيفه. حلو، ليه بقى ان بتوع الاقاليم دول حته الكرياتيفيتي لازم تبقى اقل عندهم؟ مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده. ايا كان انت منين، لو انت من اسوان ابدا مشروعك من اسوان. لو هو مش محتاج من دي 1 انك تكون موجود في القاهره ابدا. فايا كان البروجكت بتاعك منين ابدا من المكان اللي انت موجود فيه. فاحنا من المحله ان شاء الله قريب يكون عندنا مقر في القاهره، بس عادي يعني، هو عشان احتياجات البيزنس بتتطلب علينا ان احنا يبقى عندنا ده، ولكن ده بالاضافه لباقي المقرات بتاعتنا الموجوده في المحل عادي يعني. هي مفاجاه جميله عامه، محله جميله، بس يعني بالنسبه لناس كتير هتبقى مفاجاه يعني. لا عادي، انا زي ما بقول لك، انا بقول للناس ايا كان انت موجود فين، محافظه ايه، ابدا من مكانك. مش شرط من دي 1 خالص انك تبدا في القاهره. انا عايزه اعرف ايه من وجهه نظرك ممكن يكون ناقص قطاع السياحه، او قطاع السياحه محتاجه الفتره دي؟ زي ما قلت لك الفكره باختصار ان قطاع السياحه في مصر كبير قوي، والبلد عندنا كبيره جدا جدا جدا. الفكره ان احنا دايما التركيز بيكون على السائح الاجنبي، لان هو دايما اللي بيدخل بالدولار. ده تمام، ده كويس، والدوله دايما بتهتم بيه، ولكن مين بيهتم دايما ان هو اوريدي ديفلوب السياحه للسائح المحلي؟ ده ما بيحصلش كتير. وفي نفس الوقت ان احنا مش دايما بنشجع التكنولوجيا عندنا في القطاع ده. يمكن مؤخرا بدأنا بشكل او باخر ان احنا نعتمد شويه على التكنولوجي، ولكن احنا ناقصنا كتير. ناقصنا ان احنا اوريدي نهتم بقطاع التكنولوجي وندخل التكنولوجي مع السياحه. ده حاجه مهمه جدا جدا. لما نهتم بده هيفرق معايا في كل حاجه. يمكن مؤخرا بقى في متحف واثنين وثلاثه تقدر تحجزهم اونلاين، وده بالنسبه لنا بقى انجاز، مع ان الدول تانية بقت ده من سنين السنين، ولكن دي بادره امل. فاحنا ناقصنا ان احنا اوريدي نشتغل اكتر على التكنولوجي، نشتغل اكتر على الاماكن المختلفه اللي موجوده في كل مكان في مصر، ان احنا نطور فيها. في اماكن ومدن كتير جدا جميله، في قطاعات كتير في السياحه احنا مش مركزين عليها. زي اصلا كنت بتكلم في الموضوع ده من فتره، وهو السياحه الريفيه. احنا عندنا كم ريف وكم مزرعه وكم خضره في كل مكان في مصر خطير. في دول تانية بره مصر قايمه اساسا على السياحه الريفيه، احنا مش باصين للموضوع ده. في حاجات كتير للاسف احنا مش مركزين عليها، مهتمين ببعض المحافظات وبعض المدن المعينه وكأن هي دي السياحه في مصر، ولكن كل مدينه في مصر ينفع تبقى سياحه. يعني ولينا عبره في دول تانية قريبه مننا، هم عاملين مجالس سياحيه في كل مدينه. يعني تخيلي لو محافظه الغربيه ليها اوريدي قطاع او اوريدي ليها قسم خاص فيها بتطوير السياحه في المحافظه، وهكذا في الدقهليه، وهكذا في بورسعيد، وهكذا في كل مدينه. ده لو موجود هيفرق جدا في السياحه، ان احنا فعلا نهتم بالسياحه في كل محافظه. والسياحه في كل محافظه مش هتكون بس متارجته الاجانب، هتكون متارجته الاجانب، وكمان هتكون متارجته اللوكالز اللي احنا اوريدي الناس عايزه تشوف بلدها. ومش شرط عشان اشوف بلدي يبقى لازم اسافر شرم الشيخ او الغردقه. طب ما انا هشوف، انا على فكره ممكن اسافر مثلا بورسعيد. طب ايه الاماكن اللي ممكن اعملها في بورسعيد؟ بتحصل ان الناس بتروح زيارات او مزارات في بورسعيد، ولكن الموضوع بيكون فردي بحت. احنا مش بنسهل ده على بعض، مش بنسهل ان كل دوله
نكون عارفين ايه الاماكن السياحيه الكويسه فيها، واشجع المصريين بشكل عام ان هم يروحوا كده. وده توجه تاني للسياحه عند الاجانب، ان في كتير جدا من الاجانب ما بقوش عايزين يقعدوا في فنادق، ما بقوش عايزين اوريدي يروحوا المدن العاديه والمدن اللي الناس بتروحها دايما، شرم او الغردقه او غيره. ناس كتير جدا بيبقوا عايزين يشوفوا اهل البلد واهل مصر نفسهم عاملين ازاي. ده بيبقى خطير ومهم جدا. امير، قول لي انت، احنا بما اننا في الشتاء، احنا دلوقتي في الشتاء، ايه اكتر تجارب؟ دايما بيتكلموا عن النايل كروز. قول لي، هي دي اكتر تجربه مناسبه في الشتاء كرحلات؟ بصي، زي ما قلت لك، الفكره وما فيها ان في اماكن كتير جدا 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 في مصر. الاماكن الكتير جدا دي ممكن تتزار صيف وشتاء بطبيعه الحال وبحكم الحال، ان احنا في مصر دايما الافضل اماكن شتويه. شرم على فكره شتويه، الغردقه شتويه، وحتى مرسى علم ده كله اصلا في الاساس شتوي مش صيفي. بس احنا قلبناها كمصريين ان دول بقوا مصيف عشان اجازات من المدارس والكلام ده. لكن انا دايما بحب الاقصر واسوان دايما جدا في الفتره بتاعه الشتاء. الاقصر واسوان، وانت برضو في الاقصر واسوان في اماكن كتير وفي تجارب كتير ممكن تجربها في الاقصر واسوان، مش بس في المزارات، في اماكن الاقامه. يعني انت ممكن تزور الاقصر واسوان سواء عن طريق فنادق، سواء عن طريق نايل كروز تجربه حلوه قوي، او عن طريق برضو دهبيات. كونسبت الدهبيات ده هو حاجه زي نايل كروز بس على اصغر شويه. ده انا اكتشفته الفتره الاخيره، ما كنتش اعرف اصلا في حاجه شبه كده. تجربه من التجارب الجديده الحلوه في مصر، اللي انا شغال في قطاع السياحه بقالي سنين، لكن كل فتره بكتشف ان في كتير جدا انا ما اعرفوش في البلد، وفي حاجات كتير قوي انا لسه ما جربتهاش وانا شغال في السياحه. فما بالك بقى الناس العاديه؟ لا، الموضوع مهم جدا. انا نفسي ما جربتهاش، اكيد لسه موضوع الذهبيه ده اكيد. الذهبيه، نايل كروز، فنادق، المزارات، ده كله حلو ان احنا نروح ونكتشف ونشوف الحاجات دي كلها. لو عريس بقى فرحه في الشتاء، هتنصحه يروح نايل كروز ولا يروح اماكن تانية؟ بصي، انا عندي قاعده عامه دايما بقولها، مش شرط اللي هيكون بيماتش مع حد هيماتش مع التاني، ملوش علاقه. اختيارات العملاء بشكل عام دايما بتكون مختلفه، كل عميل وليه دماغه. في ناس ممكن تروح الاقصر واسوان وتتبسط جدا، وفي ناس تانية ممكن تروح الاقصر واسوان تقول لك ايه ده، شويه اثار وبتاع وانا مش عاجبني الكلام ده. فالموضوع مختلف. فانا ما اقدرش اقول لك ان هو في مزار معين او في مدينه معينه ينفع كل الناس يروحوها وكل الناس يكونوا مبسوطين فيها. فما لهاش دايما قاعده. زي ما قلت لك في الاساس ان انا عندي حته الكاستمايزيشن دي مهمه جدا جدا جدا. كل واحد يختار الحاجه المناسبه ليه والمناسبه لسنه والمناسبه للوضع بتاعه. ما ينفعش يبقى عندي برودكت واحد وبيعه للناس كلها، ده مش صح. امير، من خلال كلامي معاك من اول لقائنا لحد دلوقتي، انا عايزه اسالك سؤال. انت كنت مدي للحظ، يعني سايب للحظ فرصه في طريقك، مع ان انا عارفه اجابه السؤال ده يعني تقريبا، بس انا عايز اسمعها منك، ولا انت كنت مخطط لكل خطوه انت بتاخدها؟ طيب بصي يا ستي، انا ما فيش حاجه اسمها حظ. انا ما فيش حاجه، ده ما عنديش. انا كنت متاكده كل حاجه احنا وصلنا لها وكل حاجه انا فيها هي في الاساس توفيق ربنا اولا واخيرا. احنا بنجتهد وبنسعى، بنجتهد وبنسعى، ولكن اجتهادنا وسعينا ده كله ده لا شيء في المشوار بتاعنا، لان ده كله بسبب توفيق ربنا. هو ربنا قالها، وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. فانت سعيك ده هتشوفه بشكل او باخر. دايما الناس يقول لك لا، ما بيقول لك مش هتوصل لحاجه ومش شرط انك توصل. لا، هتوصل. ربنا قال لك انك ساعك هتشوفه بشكل او باخر، بس اجتهد واسعى واتعب وربنا يكرمك. اللي انا وصلت له دلوقتي مش عشان تعبي، زي ما قلت لك هو كله توفيق ربنا. بتعب وبجتهد، ده جزء، والباقي كله توفيق ربنا. فانت ما تركنش على اصل انا حظي وحش. مفيش حاجه اسمها اي حظك وحش. هو ربنا موفقك، اسعى لها وخطط واجتهد واعقلها وتوكل واتعب، وربنا هيكرمك في الاخر، هيكرمك. يعني ده عن يقين، بس تتعب عشان تقدر توصل للحاجه اللي انت عايزها. ولو ما وصلتش على فكره الحاجه اللي انت عايزها، ربنا هيكرمك وهتوصل لحاجه احسن منها كمان، بس تتعب. نعم بالله. في اخر لقائنا المثمر الجميل اللي بجد انا متشرفه ان انا قعدت معاك واتكلمت معاك واستفدت اكيد منك كتير. انا عايزه منك نصيحه للشباب اللي لسه بتبدا ولسه بيعملوا ستارت ابس، لسه بيفكروا يعملوا مشروعهم، من امير عبد الله ليهم، كلمه لشبابنا يعني. هسيب لك انك تقول الكلمه دي. طيب بصي، هقول لك حاجه. في حاجات كتير قوي عدت علينا في هالا ترافل.
انا احب ادي فيها نصيحه للناس. اولها واهمها، لازم المشروع اللي انت عايز تعمله يكون فعلا بيحل مشكله ما، او يكون عامل قيمه مضافه مختلفه في حياه الناس. لو انت مشروعك في الاساس بيعمل قيمه مضافه ان شاء الله هتنجح. بس ما تبقاش انت عامل مشروع وبتكوبي بروجكت تاني ومفيش فيه اي كرياتيفيتي ومفيش فيه اي ابداع ومفيش فيه اي حلول، زيك زي غيرك. طب انت تنجح ليه؟ تمام. فانت لازم يكون عندك رساله معينه عايز تعملها. انا رسالتي ان انا عايز اساعد الناس واسعد الناس عن طريق الحاجه اللي انا بحبها وهي السياحه. انا بحب اسافر وبحب اساعد الناس ان هي تسافر وبحب اكون مؤثر مع الناس في الحته دي. كل واحد كمان يقدر يكونكت ده مع حاجه معينه هو عايز يعملها في حياته. فانت لو عندك فعلا رساله عايز تعملها والرساله دي ينفع تتحول لمشروع، المشروع ده هيكون مؤثر في حياه الناس، ده جزئيه مهمه جدا. تاني نقطه برضو وهي جزئيه انك ما تزعلش من الرفض، لان الطبيعي انك هتترفض. بص، احنا 99% من مشروعات الاعمال او من الانفستورز او الناس اللي موجوده في الايكو سيستم بتاع الستارت ابس بشكل عام هم رفضونا، وقال لك ان القطاع ده مفيش منه امل، وقال لك ان انت مش هتنجح، وقال لك انك هتفشل، وانك دايما اي محاوله احنا بنعملها بتتقابل بالرفض. مهما كان احنا واصلين لفين، واصلين لبروجرس 200% 300%، يقول لك ده ملحوظ بشكل مؤقت وخلاص. طب احنا بننجح اكتر بنسبه نجاح بشكل احسن، يقول لك لا قطاع السياحه ريسكي قوي مش هنستثمر فيه. ما يشغلش دماغك الكلام ده خالص. وانت ما تبداش المشروع بفلوس غيرك، ابدا بفلوسك انت. احنا كان حظنا كويس وربنا كان موفقنا الحمد لله ان احنا بادئين بفلوسنا احنا، وربنا كرمنا الحمد لله وقدرنا نكبر ده وبقينا معتمدين على الربحيه، ومن الفلوس اللي احنا قادرين ان احنا نكسبها دي بنري انفست في البروجكت. لكن انا لو انا كنت موقف المشروع في البدايه على مستثمر انا مستنيه يجي لي عشان يستثمر فيا، ما كانش زماني خدت خطوه. فالموضوع اللي هو ايه، ابدا، بس ابدا وانت اوريدي عندك اسس معينه. من ضمن اسهل الحاجات انك تقدر تعملها الناس، البيئه المحيطه ليك. الناس دي هم اكتر ناس واول ناس هيقدروا يثقوا فيك. الناس دي ممكن تنفست معاك زي ما حصل معايا، فالناس دي ممكن ينفستوا معاك. ما حصلش يا باشا، اعتمد على نفسك واجتهد واسعى وحاول انك تحوش فلوس من ايا كان القطاع ايه اللي انت تبدا فيه عشان تعمل مشروعك. بس اعمل مشروعك بالحاجه اللي بتضيف للناس، اللي بتكون مؤثره في حياه الناس. ده كله مهم ومهم جدا جدا الناس تكون مخليه بالها منه. فما تعتمدش على فلوس حد من البدايه، وما تعتمدش انك بتعمل مشروع وخلاص، وخليك مرن، لان ده شيء الناس بيفقدوه. المرونه في المشاريع وعلى مستوى الاشخاص برضو شيء مهم جدا. يعني احنا عملنا او بدانا البروجكت بهدف، لينا هدف اسمى عايزين نوصل له بطريقه معينه، ان احنا الديجيتاليزيشن في السياحه والكلام ده كله. بس في طرق كتير مختلفه، الطريقه ما مشتش خلاص بقى مش هعند. يعني ما انت لازم تبقى اوريدي تكون عينك على البيزنس بتاعك، شايف البيزنس رايح فين. أكيد. الدنيا مش ماشيه، طب نشوف مش ماشيه ليه. ما يمكن الواي دي غلط، يمكن نشوف طريقه تانية، نشوف طريقه احسن بشكل او باخر. انت لازم تكون عندك المرونه دي. نو واي وانت جربت كل الطرق والدنيا مش ماشيه اقفل عادي خالص. انا قفلت 3 مشاريع قبل كده عادي، مش مهم. فانت جزئيه ان الحاجات لولا المشاريع اللي عملتها وفشلت فيها دي ما كانش زماني اتعلمت، ما كانش زماني بقى عندي اكسبيرينس اكتر، ما كانش زماني قادر ان انا اقف واتكلم واقول للناس انا غلطت في ده وده وده بس اتعلمت. فجزئيه الفشل مش اخر الدنيا يعني. فانت لا. وحاجه تانية برضو، حاول دايما تشتغل في الحاجه اللي انت بتحبها، وحاول تعمل بيزنس في الحاجه اللي انت بتحبها. لو الحاجه اللي انت بتحبها مش جايبه فلوس خالص، حاول تحب حاجه تانية. ليه؟ لان احنا في الاساس في البيزنس اللي بنعمله ده لو ما بيدخلناش دخل مادي معين، الدخل المادي ده مهم بالنسبه لنا عشان احنا نعيش، ملوش لازمه. انا عايز اساعد الناس، عايز اساعد الناس ماشي، بس انا ما عنديش دخل. طب ما اساعد نفسي الاول وبعد كده اساعد الناس. فاهمه؟ جزئيه ثالثه برضو خالص، في رحله رياده الاعمال وفي رحله البيزنس وفي رحلتنا احنا كاشخاص بشكل عام، ما تنساش ان الهدف الاسمى اللي احنا عايزين نعمله او نوصل له من الدنيا دي كلها ان احنا نعدي منها بسلام. تمام؟ فابعد عن اي حاجه حرام، لان الحرام اللي هتمشي فيه ده مش هيفيدك في الاخره، ممكن يفيدك شويه في الدنيا وخلاص.
فانت في الاخره ده مش هينفعك بحاجه. فحاول دايما ان اي حاجه انت بتعملها لو في شبهه ما عارف ان هي حرام، صدقني ربنا مش هيكرمك. تمام. فتقوى ربنا في شغلك وفي حياتك وفي معاملاتك مع الناس ده مهم جدا 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 انك تعمله. طول ما انت ما بتتقي ربنا في شغلك وفي حياتك، طول ما ربنا هيكرمك، ده عن يقين. بس اتقي فعلا ربنا في شغلك. وحاجه تانية، وفي حياتنا اللي احنا عايشين فيها دي دلوقتي، احنا كلنا عايزين نبقى ايه؟ مبسوطين، صح؟ حلو. السعاده من وجهه نظري دايما بتكون المفهوم بتاعها في حاجه واحده بس، اسمها التوازن. ابتداء من الجانب الديني، فانت علاقتك مع ربنا كويسه جدا. الجانب البدني، انت اوريدي بتلعب رياضه بشكل او باخر، مش شرط انك تعملها على طول، ولكن في جزء من حياتك بتهتم فيه بالرياضه. الجانب الاسري، وانت اوريدي بتهتم باسرتك وبتقضي وقت معاهم بشكل او باخر وبتنفست في حاجه شبه كده. الجانب اوريدي الفكري، ان انت اوريدي ثقافيا بشكل او باخر انت فعلا بتغذي نفسك وبتطور من نفسك بشكل ما. الجانب المادي خطير جدا، ان انت اوريدي ماديا فعلا قادر ان يكون معاك اوريدي فلوس ان انت فعلا تصرف على نفسك وتكون مبسوط ومرتاح. فانت لما تكون بالانسد في كل الجوانب دي هتكون في الاخر سعيد. لكن لما تهتم بحاجه وتسيب التانيه، صدقني مش هتوصل لسعاده. عشان بس الناس يقول لك ان السعاده بالفلوس والفلوس الكتير والكلام ده اي كلام. الفلوس لوحدها عمرها ما توصل لاي حاجه. والقناعه، طول ما انت قنوع وسعيد بالحاجه اللي انت موجود فيها دلوقتي، ولكنك طموح وعارف انت عايز تروح فين، ربنا يكرمك. فانا قنوع وراضي باللي انا موجود فيه، ولكني بطمح. طب ولو ما وصلتش مش مهم، انت مأمور فقط لا غير بالسعي. انت عليك انك تسعى، اسعى واتعب بس. ولكن مع سعيك ومع تعبك ده لازم يكون عندك حسن ظن في ربنا خياليه. وكلمه بقى من الاخر، يعني الدعاء قادر ان هو يغير كل حاجه واي حاجه. فمهما كان انت بتحلم بايه وعايز توصل لفين وعايز تعمل ايه، اجتهد واتعب، ده دورك. حلو. بلس انك تدعي كتير جدا، لان الدعاء ده بيغير القدر. ودي يعني انا حاجه مجربه في الرحله كلها بصراحه. فادعي وقرب من ربنا دايما عشان ربنا يكرمك. طول ما انت ما بتعمل ده، صدقني الحياه رحلتك هتبقى حلوه، لان هي كلها رحله. يعني الحياه كلها على بعضها رحله، واحنا لسه في البدايه. ونأمل ان احنا نكون مؤثرين بشكل او باخر في حياه الناس بالشكل الايجابي، ونقدر نعمل حاجه ونقدر نعمل تغيير كويس ان شاء الله يعني. وربنا يوفق كل واحد. لقائي معاك يا أمير حقيقي أنا بشكرك جدا على كلامك البناء للشباب بتوعنا، وحقيقي أنت من الأمثلة المشرفة اللي فادت بلدنا أيام كورونا، وده أنا مش ناسياه. دي حاجة بسيطة خالص. إنه أنت بالرغم من إن كل الناس كانت بتقع، لا أنت كنت واقف على رجلك، بالعكس كنت بتعمل حاجات كتير تبني بلدنا. بالعكس ما سبتش وقعدت وفقدت الأمل. أنت ما عندكش الرفاهية يعني بصراحة. ما فيش حد المفروض في الوضع اللي احنا فيه على الاقل يبقى عنده الرفاهيه ان هو يفقد الامل وكده. ده كلام فاضي. في مسؤوليات بتجري ورا الناس وبتجري ورانا، ومسؤولين من حاجات كتير. لازم نكون اوريدي دايما شغالين ودايما في حركه. زي ما بيقول لك الحركه بركه يعني. فطول ما انت ما بتتحرك وبتسعى ربنا يكرمك. لكن هيأس بقى وبعدين يعني ايه اللي هيحصل ولا حاجه. شرفتني يا أمير جدا جدا. انا مبسوطه بلقائي معاك، وان شاء الله ما يكونش اخر لقاء، واتمنى يكون في لقاءات تانية باذن الله. واتمنى اشوفكم في كل مكان في مصر، وتكون رقم واحد كمان ان شاء الله. شكرا جدا ليك يا ريم. العفو. ربنا يخليك. مع السلامه.